الانمي دوت بيبدأ بمقولة مشهورة بتقول ان لما كائن بيتم معاملته برعاية في روح بتيجي وبتسكن فيه، وبعدين في صباح مشرق بنشوف ناس في الشارع ماشيين في حياتهم اليومية مع نور احمر بيلمع على صندوق زبالة، وفي مدينة معينة بنشوف ستين لابسين ابيض بيرموا اكياس زبالة في المكان المخصص للزبالة. بعد كده بنشوف عروسة كلب مقطعة وبنت بتتكلم مع امها عن ان العروسة دي باظت، فامها بتتعاطف معاها علشان هم لسه شارينها وان تصليحها هيخليها أسوأ، فبتقترح عليها إن هما يشتروا واحدة جديدة. وبنشوفهم بيحطوا العروسة المتقطعة في كيس زبالة وبيرموها في مخرج زبالة بيؤدي إلى مواسير بتؤدي لعربيات الزبالة. بعدين بنشوف الست وهي ماشية من المكان دوت وواحد غريب لابس قناع وكوفية بيتفرج عليها. بعد كده عربيات الزبالة بتمشي وبنشوف واحد هدومه وسخة ماشي وراهم، وبعدين بنشوف واحد لابس لبس أبيض زي حارس أمن بيسمع دوشة جوه أوضة، فبيقرب من الباب وبيلاقي واحد بينبش في الزبالة وبيتفاجأ وبيفتح الباب بعنف وبيوجه سلاحه ناحية الشخص دوت. وبنعرف إن المنطقة دي ممنوع على أي حد، مش مسموح له يدخل فيها. ومن حارس الامن بنفهم ان الشخص اللي قدامه دوت حرامي بيسرق من الزباله وبيهدد جمال المدينه بتاعتهم، وبيضرب الانذار علشان عساكر تانيين يجوا، بس الحرامي دوت بيرمي اكياس الزباله في وشوشهم وبيهرب من مخرج الزباله وبيحاول يمشي بس البوابه بتتقفل، وفجاه العساكر بيضربوا عليه نار، بس الحرامي دوت سريع جدا وبيعرف يتفادى الرصاص ويجري، والعساكر بيفضلوا يضربوا عليه نار وهو بيجري، بس في رصاصه بتيجي فيه وهو بينط من فوق سور وبيستخبى، وفي الاخر بيهرب من العساكر. وبنشوف الحرامي دوت بيزحف وبيطلع من ماسوره صرف ووشه بيبان، وبنشوف ان هو ولد وبيقول ان هم شويه اغبياء مش تهديد لحد، وبنلاحظ ان في شنطته عرايس الارانب المتقطعه. بعد كده بنشوف كل الناس في المدينه لابسين نفس اللبس الابيض وبيسمعوا واحد بيعزف مزيكا، وبعدين بنشوف واحد بيكتب في كشكول وهو بيسمع الستين بيتكلموا عن غزو الزباله اللي حصل الليله اللي فاتت، وبيتساءلوا عن الشخص اللي بيهرب بالزباله وبيعتقد ان هو حد من القبائل. بيبصوا على الشخص دوت اللي شكله مستواه اقل منهم، والراجل بيبص عليهم وبيمشي، وبنفهم ان الناس اللي من القبائل بيعتبروا اقل في المكانه والنظافه مقارنه باللي عايشين في المدينه، والستين بيتمنوا ان اللي عايشين في القبائل يبعدوا عنهم. وبعدين بنشوف الراجل بيخرج من بوابه حديد ويبان سور عالي بيفصل ناحيه القبائل عن ناحيه المدينه. ناحيه القبائل شكلها مدينه قديمه ووسخه، وبنسمع اتنين بيتكلموا عن الحرامي اللي كان بيسرق من زباله المدينه وبيتمنوا ان هو يبطل علشان العساكر ما يجوش وراهم. في نفس الوقت بنشوف الولد الحرامي محاط بالحاجات المسروقه اللي خدها من زباله المدينه، وبنسمع بنت بتنادي عليه بتقول له رودو، وبتساله اذا كان راح تاني علشان يلم زباله، وبنعرف ان اسمها كيو، وبتكمل كلامها وبتقول ان الناس في المدينه عندهم توقعات عاليه بالنسبه لاداره الزباله وصعب نتوقع رد فعلهم لو مسكوا رودو، وبتساله انت ليه مصمم تلم الزباله؟ فرودو بيشرح ان الاغنياء في المدينه بيرموا حاجات تنفع وما بيزعلوش عليها، وبيقول كمان ان السرقه بتساعده ان هو يكسب فلوس علشان يغطي مصاريف معيشته. فكيو بتساله اذا كان بيستمتع بلم الزباله، فرودو بيشرح ان الموضوع مش كده. بس في اللحظه دي بنشوف ثلاثه بيتنمروا على رودو وبيقولوا له ان ريحته وحشه، وبياخدوا بالهم من كيو، وواحد منهم بيقول لها ان ريحتها هتبقى مش لطيفه لو فضلت واقفه مع رودو، وبيشاور على رودو وبيقول له ان هو لابس الجوانتي الوسخ ده طول الوقت وبيعتقد ان هو لو لمسه هيجيله حساسيه. واحد تاني بيرفس لمبه قدام رودو وبيقول له انه مفيش حد هيشتري الزباله اللي بيصلحها، وبيكمل كلامه وبيقول ان اللي تحت الجوانتيات ده اكيد مخيف. بنسمع كيو بتقول ان رودو مش مختلف عنهم. واحد من الشباب بيقول لها الخروج معاه فكره وحشه علشان هو مجنون وابن قاتل، ولما الكلمه دي اتقالت رودو بيصدم من كلامه، والشاب بيكمل وبيقول ان الاحياء دي اتبنت علشان تسجن المجرمين هم واولادهم وبيحاولوا يحافظوا على النظافه علشان يحسنوا صورتهم. وبعدين بيتهموا ابو رودو بان هو دمر كل حاجه بسبب الجرائم اللي ارتكبها، وبيقولوا لكيو ان هي لو خرجت معاه الناس هيفتكروا ان هي وحشه زيه. فرودو بيبص له بغضب وبيخض الثلاثه، فواحد منهم بيقول بصوا دي عيون مجرم هيبقى قاتل زي ابوه، وبيمشوا. رودو بيسال كيو اذا كان هيبقى زي ابوه، فكيو بتقول له ان الكلام اللي قالوه دوت فظيع وان هو مش زي ابوه خالص. بتكمل وبتقول ان هو شخص كويس وعمره ما هيقتل حد. رودو بيبص ليها وهو متوتر، وفجاه كيو بتصرخ بفرحه لما بتشوف ان رودو صلح العروسه الارنب، بس رودو بيوضح ان العروسه دي مش للبيع. وفي اللحظه دي ام كيو بتنادي عليها وبتسالها بتعمل ايه، وبتطلب منها ان هي تروح معاها البيت. فكيو بتروح لامها وبتقول لرودو ان هي هتقابله تاني، وبنسمع امها بتقول ليها ان هي قالت لها ما تقابلش رودو تاني، ورودو بيتفرج عليهم. وبعدين بنشوفه ماشي في الطريق وبيوصل للبيت وبيلاقي الشخص اللي كان في المدينه واقف جوه بيردد كلام رودو ان العروسه دي اكيد مش للبيع. فرودو بيتعصب وبيقول له ريكتو انت اكيد كنت بتتفرج عليا. فريكتو بيوضح ان هو محتاج يكون واضح بشأن مشاعره، وبيكمل ان هو عاوز يتكلم مع رودو عن غزوه عملها في الزباله امبارح، وبيكمل ان هو عاوز يتكلم مع رودو عن غزوه لزباله المدينه. وبعدين بنسمع ريكتو بيقول لرودو ان وضعهم مش صعب كفايه علشان يخاطر بحياته
وبيطلب منه يسيبه يتعامل مع الامور لحد ما رودو يكبر. فرودو بيبص له وبيشرح ان هو مش في خطر علشان عمرهم ما مسكوه. ريكتو بيرد وبيقول ان هم كانوا هيمسكوه الليله اللي فاتت فعلا، وعارف ان هو ورودو مش قرايب بالدم بس هم زي العيله، ورودو ما بيتصرفش وكانه مدين ليه بحاجه. ورودو بيشرح لنا ان ريكتو لقاه وهو صغير ورباه، وبياكد ان هو مش مدين ليه بحاجه بس بيعامله باحترام. وريكتو بيبص له بيتمنى ان هو يكون صادق مع كيو. وهنا رودو بيحس بالتوتر ولما بتقع عليه فبيبص لريكتو بغضب وبيسال احنا ليه بنتكلم دلوقتي عن كيو. فريكتو بياخد باله من جرح رودو وبيساله حصلت عليه امتى. فرودو بيفتكر ان كان في حد ضرب عليه نار وبيتلخبط وبينكر ان هو انضرب. ريكتو بيروح له بيبقى عاوز يشوف الجرح علشان يغير الضمادات على ايده، وبيطلب من رودو ان هو يقلع الجوانتي بتاعه. وبنشوف رودو بيقلع الجوانتي بتاعه واحنا بنسمع ريكتو بيقول له ان هو لازم يبطل يسرق زباله والا هيتأذي جامد المره الجايه. وبنشوف ان هو ضمد جروحه. ورودو بيقوم وبيقول ان الجروح دي مش خطيره زي الجروح اللي سابها له ابوه، وبيبص على ايده اللي مليانه ندوب. وريكتو بيبص في الارض وبيقول ان الجرائم الكبيره عقوبتها الاعدام الفوري وهو الوقوع في الحفره. ده كان قانون المدينه من زمان. وبيضيف ان ابو رودو اترمى في الحفره دي علشان كده رودو لازم ياخد باله من نفسه حتى في العالم الوسخ ده. ورودو بيفتكر ان ايده كانت دايما حمرا كده وهو بيتذكر، واحيانا بيحس بألم شديد منها. وبيفتكر نظرات الناس اللي كانت بتنزعج من منظر اصاباته واللي كانت بتستنزف روحه وهو صغير. بيوضح ان ريكتو هو اللي اداله الجوانتيات دي اللي بتهون الألم، وحاسس ان هو مدين لريكتو. وفي نفس الوقت ريكتو بيمسك عروسة الأرنب وبينصح رودو ان هو يقول لكيو عن مشاعره والا في حد تاني هياخدها منه، وبيطلب منه ان هو يديها العروسه دي بكره. فرودو بيتوتر وبيتعصب وبنسمعهم بيتخانقوا. وفي اللحظه دي بنشوف الشخص المقنع واقف بره وكان بيتنصت على خناقتهم. وفي اليوم اللي بعده ريكتو بينصح رودو ان هو يبتسم وبيشد وشه علشان يخليه يعمل ابتسامه، بس رودو بيقول مستحيل ان دوت ينجح مع وشه. وبيبص على العروسه وبيفتكر ان كيو هتكون في البيت، وبيمشي في الطريق وبياخد باله من اكياس زباله وبيبص عليها قبل ما يكمل طريقه. وبيشرح لنا ان الحفره دي عباره عن مقلب ضخم للزباله كل المخلفات بتنتهي فيه واي حد بيرتكب جريمه بيترمي فيها. وبنشوف زباله بتترمي في الحفره وبنسمع ناس متجمعه بتزعق وبتقول ابعتوا الوساخه للحفره. وبنشوف واحد بيترمي في الحفره. رودو بيوضح ان ابوه اترمى في الحفره وبيتساءل ايه اللي بيحصل للناس اللي بيترموا هناك. في نفس الوقت بنسمع واحد بيقول ان هما بيبعتوا واحد تاني للحفره، ورودو بيرد بيقول ايوه، وبيدرك ان اللي بيتكلم معاه هو كيو. فبيتهته لما بيشوفها وبيخبي العروسه ورا ظهره. فكيو بتبقى مبسوطه ان هي شافت رودو علشان ما بيجيش هنا كتير. رودو بيبقى مش عارف يرد، وكيو بتكمل وبتقول ان دوت منظر حزين. ورودو بيتفق معاها وبيقول لها ان هو مش مختلف كتير عن اي مكان في العشوائيات. وكيو بتذكر ان العشوائيات اتبنت على حافه المدينه علشان يرسخوا فكره ان اي حاجه وحشه هتعملها هتوديك للحفره، وان اي حد عايش هنا لازم يشوف الاعدامات سواء عجبهم او لا. وبتبص على رودو وبتتمنى ان هي ما تشوفش نهايته في الحفره. وبتضيف وبتقول ان هي عارفه ان في زباله كتير ما تستاهلش تترمي، وان رودو عرض نفسه للخطر علشان كده واتقبض عليه، بس لو ضلوا كده هينتهي بيه المطاف في الحفره. رودو بيقول ان ريكتو قالوا نفس الكلام. فكيو بترد وبتقول علشان هو بيحبك برضه. رودو بيتفاجئ من كلام كيو وبيسالها بيحبني انا كمان. فكيو بتدرك معنى كلامها وبتتحرج وبتقول انا ما كنتش اقصد كده. رودو بيبص لها باستغراب وبيمسك العروسه وبيقربها من وشه وبيوقعها على الارض. فكيو بتبص على العروسه وبتساله هي دي العروسه؟ فرودو بيقاطعها وبيقول اعتقدت ان هي هتعجبك لما شفتها. وبيسكت وبيوضح ان ممكن ما تعجبهاش علشان العروسه جت من مقلب زباله. وبيمد ايده علشان كيو تاخد العروسه. فكيو بتاخد العروسه منه وبتبقى مبسوطه. رودو بيتفرج باندهاش. وبعد كده بنشوف رودو بيجري وبينط في فرحه في الشوارع وبيقول لازم يقول لريكتو ايه اللي حصل. وهو بيجري بيصطدم برجال شرطه في المدينه وبيقع على الارض. بيبصوا عليه وبيكملوا طريقهم. رودو بيتساءل هما بيعملوا ايه هنا، وبيفضل يجري ويروح لريكتو وبيتردد قبل ما يدخل البيت، بس بيفتح الباب وبيدخل. وكان بيتمنى يشوف ريكتو بس بيصدم لما بيلاقي شخص مقنع مرفص على الارض وهو اللي قتل ريكتو بسيف. من غير تردد رودو بيندفع ناحيه الشخص المقنع، لكن فجاه بنشوف رودو منهار على الارض وبيكون مصاب ومش قادر يقوم. وبنشوف الشخص المقنع بياخد كتاب من على الارض وبيبص على رودو وهو بيمشي من الباب. وفي نفس الوقت رودو بيسمع وشوشه من ريكتو، فبيروح لريكتو وبيسمع وبيقول بصوت واطي اهرب. فرودو بيسال ليه ومين عمل فيك كده، بس ريكتو بيزعق له علشان يهرب ويغير العالم القذر ده. وبعد كده ريكتو بيموت. وفي نفس الوقت الشرطه بتوصل وبتقبض على رودو وبيتهموه بالقتل. فرودو بيبقى مندهش وبيقول يعني ايه انا ما عملتش حاجه، لكن الشرطه بيجبروه ان هو يسكت وبيقولوا ان هم مسكوه وهو بيرتكب جريمه قتل وان هو متلخطخ بدم. فرودو بيشرح ان القاتل الحقيقي هرب بس بيطلبوا منه ان هو يسكت، ورودو بيصر ان القاتل الحقيقي هرب. واحد من الضباط بتوع الشرطه بيضربوه. وبعد كده بنشوف ناس متجمعه بره البيت وبنسمع واحد بيقول اخيرا رودو ارتكب جريمه قتل وان هو قتل ابوه بالتبني. وبنشوف عروسه الارنب وبنسمع صوت كيو بتقول انا مش مصدقه ان رودو عمل كده. وبعدين بنشوف ناس متجمعه عند الحفره وبنسمع القاضي بيقول ان ارضنا الجميله اتلوثت بسبب افعالك، يعني مش بس بسبب سرقه الزباله، لا كمان بارتكاب اقذر جريمه وهي القتل. وبنشوف رودو متعلق بالحبال عند الحفره. والقاضي بيقول حتى لو الضحيه كان مجرد شخص قذر من القبائل مرتكب الجريمه لازم ما يبقاش موجود على الارض دي ولا حتى لحظه واحده. وبيعلن حكم الاعدام على رودو. والناس بتزعق وبتردد ارموا الوساخه في الحفره. في اللحظه دي
رودو وهو متعلق بيفكر في اللي بيحصل وازاي دوت ممكن يكون حصل، وبيحس ان هو بيقرب من الحفره. ورودو بيكمل وبيقول انا ما عملتش حاجه، وبيبص على كل الناس اللي واقفين حواليه وبيتوسل ليهم ان هم يسمعوه. ومن بينهم بيشوف كيو واقفه هناك وماسكه العروسه. في اللحظه دي رودو بيزعق عليها وبيقول هيكتو اتقتل ولازم يلاقوا القاتل. وكيو بيتوشوش وبتقول انا كنت مصدقاك، انت فعلا ابن قاتل. وبترمي العروسه على الارض وبتمشي. في اللحظه دي الناس بتفضل تهتف ارموا الوساخه في الحفره. وفي اللحظه دي رودو بيبتسم وبيقول اهو انتوا الوساخه، اكوام من الوساخه من غير اراده خاصه بيكم. وبيشوف القاضي بيرفع ايده وبيلاحظ القاتل الحقيقي المقنع وسط الجمهور. وفجاه رودو بيترمي في الحفره وهو بيقع بيتوعد ان هو هيبعتهم كلهم للجحيم. بعد شويه رودو بيفتح عينيه وبيلاحظ ان هو بيقع وسط الزباله ولسه عايش ومش عارف هو فين ولا ايه المكان دوت. وبنشوف المكان دوت مليان زباله وحطام. ورودو بيبص حواليه باندهاش وبيقول ده فعلا مقلب زباله. ونشوف وحش بيظهر قدامه. رودو بيكمل وبيقول الحفرة هي نهاية كل حاجة، الناس والزبالة. بيبص على الوحش بخوف وبيقول ده فعلا الجحيم. وبنشوف رودو شكله صغير ماسك ايد حد، وبيبصوا على راجل واحد متعلق. ورودو بيشرح ان هو دايما بيبدو غريبا لان الكل مشغولين بالمجرمين والقذارة ومحدش بيتساءل ابدا عما يحصل للاشخاص اللي بيترموا في الحفرة. وبيشوف الناس بيتحدثوا عن رمي شخص اخر في الحفرة، وصوت فتاة بتسأل لماذا يرتكبون الجرائم اذا كانوا يعرفون ان مصيرهم هو الرمي في الحفرة. وبيتذكر يد القاضي وبيظهر الغضب على عينين رودو. وبنشوف رودو بيركض بسرعه من الوحش العملاق اللي خرج من الزباله، والوحش بيصرخ. وبعد كده بنشوف عده وحوش عملاقه اخرى بتخرج من القمامه. رودو بيركض لكن فجاه في احد الوحوش العملاقه بيقف قدامه. فرودو بيتوقف في خوف وبيتساءل ايه الاشياء دي، المفروض ديت اكوام قمامه، ازاي بشكلهم بقى عامل كده. وقبل ما رودو يتمكن من ان هو ينهي سؤاله احد الوحوش بيهاجمه بيحاول يلتهمه. فرودو بيركض ولكن بيتعثر ويسقط. وبنرى ان هو سقط على جمجمه بشريه، فبيغضب وبيتساءل كيف يمكنهم ان يرموه في هذا الجحيم. وفي زلزال بيحصل وفجاه الوحوش بتتوقف عن الحركه. وبنشوف رودو مستلقي على الارض مصاب، وبيشعر ان الهواء فظيع في هذا المكان، ولو استمر في ان هو يشمه سوف تتمزق رئتاه. فبيحاول ان هو يقوم ويفكر في ان هو لازم يلاقي مكان اكثر امانا. وبينظر الى المكان بدهشه وبيتساءل اذا كان في حتى مكان امن في المنطقه الغريبه دي. فجاه بيتقيأ الدم والوحوش الثلاثه بينظروا اليه وبتبدا في التحرك نحوه. ورودو بيتساءل اذا كان هيموت في المكان دوت ولا ايه. في اللحظه دي بيتذكر ريكتو وبنشوفه مستلقي على الارض وبينزف، بس رودو بيقول لا. وهنا بينظر الى الامام وبيلتقط حصايه من الارض وبيبدا في النهوض. وبيشرح ان هناك اشياء يجب ان يفعلها الاشخاص الذين احتقروه، وخاصه اللي قالوا عليه ان هو مجرم وارسلوه الى هذه الحفره. بس الاول القاتل اللي قتل ريكتو بيتعهد ان هو هيلاقي الراجل دوت وهيقتله. فجاه بيهاجمه احد الوحوش، فرودو بيضربه ضربه قويه بالعصا وبيشرح ان هو لازم يعيش طويلا بما يكفي لينتقم. بعد كده بنشوف علبه بتترمي على راجل ماسك مظله وبينظر من خلال منظار مكبر وبيتساءل ايه ده. في الوقت نفسه بنشوف رودو بيقاتل الوحش العملاق وبيضربه. رودو بيشرح ان المكان دوت هو والوحوش بيفوح منهم رائحه جريهه. الوحش بيهاجم رودو بيقفز عليه وبيضرب الوحش، لكن الوحش بيضربه ويدفعه بعيدا. وبيظهر وحش اخر وبيضرب رودو جامد، وبنشوف رودو ماسك عمود مرور وبيرميه على الوحش. وفجأة بنشوف وحش آخر بيخرج من تحت أقدام رودو، فرودو بيقفز لكن بيبدأ في بصق الدماء والوحوش بيتقرب منه. وبنشوف وميض أحمر بيظهر على إيد رودو، فرودو هنا بيشعر بالقوة والوحوش بيتهاجموا، لكن رودو بيضرب الوحوش وبيخترق جسد أحدهم بقطعة صاج حديد وبيقطعه نصين، فالوحش بينفجر. وبنشوف بقايا الوحوش خلف رودو تتساقط على الارض. ورودو بيقول رائحه كريهه، لكن فجاه بيظهر وحش اكبر من الاخرين خلفه وبيبقى واقف على رجليه الخلفيتين. فرودو بيبص عليه وبيبدا في الركض. فجاه الوحش بيضرب الارض بقوه دوت بيتسبب في انفجار حواليه. الانفجار دوت بقى بيطير رودو وبيخليه يطير في الهواء. رودو اللي كان مستلقى على الارض بيتالم، بيفتح عينيه وفجاه بيشوف شخص شايل مظله واقف قدامه وكمان مرتدي قناع. فرودو بيتساءل مين دوت، فالشخص بيحمله وبعد كده بيركله بعيدا. رودو بيعاني الم شديد، بس الراجل دوت بيشيله وبيحط قناع على وشه. ودلوقتي رودو بيحس ان هو يقدر يتنفس طبيعي دلوقتي. رودو بيساله هو انت من السكان المحليين وايه المكان دوت وايه الوحوش دي؟ فالراجل بيبص له وبيقول له اسكت، لكن رودو بيبص له وبيساله ايه العالم دوت، بس الراجل برضه بيبص له وبيقول له اسكت. رودو بيشرح له ان هو سقط للتو في هذا العالم، عشان كده هو عاوز يعرف ايه المكان دوت وهل المكان دوت تحت الارض ولا ايه. فالراجل بيشرح له ان هم مش تحت الارض وان هم لازم ما يعملوش دوشه، عشان كده بيامر رودو تاني بالصمت. فرودو بيصرخ الغبي ويسال الراجل تاني، بس الراجل بيرد بغضب وبيصرخ فيه بيوضح له ان هذا المكان ليس تحت الارض وانت من سكان الكره السماويه وانتوا اللي رميتوا القمامه ديت، وبيامروا بالصمت علشان الوحوش وجدونا بسببك. وكان قصده على الوحوش اللي كانت خلفهم وده بيصدم رودو. فالراجل بيتابع وبيقول ان هذه هي وحوش القمامه المصنوعه من القمامه، ما ينفعش يتم تدميرها باي اسلحه عاديه وبتنجذب الى الاصوات اللي الناس بيصدروها. والراجل بيشرح ان دوت هو السبب ان هو امره بالصمت علشان كان بيستخبى من الوحوش. في اللحظه دي فجاه بنشوف نار بتخرج من مظله الراجل وبتتحول تماما لاشعه، وفجاه المظله بتتفتح وبتكون مسلحه بشفرات حاده، والمظله فجاه بتدور وبتفجر الوحش. فرودو بيلاحظ ان الوحش ما بيتجددش وبيتساءل ايه المظله دي. في اللحظه دي بنشوف الوحوش بتقف بجانب بعضها البعض وبتبدا في الهجوم،
لكن الراجل بيهاجمهم وبيقتلهم جميعا بضربه واحده من مظلته. رودو بيسال اذا كانت ديت تقنيه بيستخدموها هنا في الحفره او ديت ممكن تكون تقنيه خاصه بالراجل ده، وبنشوف الراجل امامه ينزل مظلته للارض. في الوقت نفسه رودو بيقول ان لو كان عنده المظله دي اكيد كان هيقدر يعلم اولئك الاوغاد درس. فجاه بنشوف وحش بينفخ فقاعه من بقه وبيطلقها على الراجل، لكن الراجل بيصدها بمظلته والفقاعه بتتشتت وده بيتسبب في انفجار، وخلال ذلك الراجل بيهاجم راس الوحش بمظلته وبيفجره. وبعد كده بنشوف الراجل واقف ومظلته بتتحول مره اخرى الى مظله عاديه، والراجل بيبص على رودو وبيشرح انه لا يزال على قيد الحياه. ورودو بيساله انت مين؟ فالراجل بيخلع القناع بتاعه وبيقول له ان هو اسمه انجن، مجرد عامل نظافه بسيط. وفجاه انجن بيحس بالاختناق بسبب الراحه الكريهه للمكان وبيحط القناع بتاعه بسرعه، فرودو بيبص عليه مندهشا وبيسقط على الارض. وبنرجع في فلاش باك وبنشوف رودو الشاب وهدومه متسخه، ورايته بيساله ايه اللي حصل له، فرودو بيرد ان هم زقوه. فرايته بيقول اولئك الاوغاد مره اخرى. رودو بيشرح له ان هو قال لهم ان هذه الاشياء حيه علشان كده سخروا منه وضربوه. فريكتو بيساله اذا كانوا ضربوه مره اخرى، رودو بيهز راسه وبيقول لا. فريكتو بيقول له جيد، ويقول لرودو انه قال له من قبل انه اذا تم التعامل مع شيء بعنايه فستحل فيه روح في النهايه، فهل انت فسرت ذلك على ان هذه الاشياء حيه؟ فرودو دنه ساكت، وريكتو دنه قال له ان الكلام اللي بقول لك دوت مجرد اسطوره قديمه، وانه متاكد من ان هي كانت عباره لتشجيع عقليه معينه علشان يرعوا الاشياء في حياتهم، وان هو ما امنش ابدا بهذه العباره، وبيقول ان هو بيعتقد ان هذه المنشفه فيها روح علشان كده بتنظف رودو كويس. فرودو بيبص عليه وبيقول له وهذا الشيء بيشير الى جميع الاشياء اللي في المكان. فريكتو بيضحك وبيقول ربما. فرودو بيبص برضه لقفازه وبيقول هذا ايضا. فريكتو بيقول انه اذا تم الاعتناء به جيدا فستحل روح فيه بمرور الوقت، ودوت بيفاجئ رودو. والان رودو بيستيقظ وبيلاقي نفسه مقيد بالسلاسل، وبنسمع صوت انجن وهو بيقول لقد استيقظت. فرودو بيزعل انجن، فانجن بيرد عليه وبيقول له هل هذه الطريقه اللي بيتعامل بيها الشخص اللي انقذ حياتك؟ انجن بيمشي وبيجر وراه رودو، فرودو بيقلق بيسال ايه السلاسل دي؟ انت هتعمل فيها ايه؟ انجن بيرد بيقول ان رودو كان فاقد الوعي فقرر ان هو ياخده معاه. رودو بيطلب منه ان هو يفك السلاسل علشان عاوز يرجع فوق تاني، وانجن بيقف وبيوضح ان دوت مستحيل، المكان اللي فوق اسمه ارك. وسال رودو لو انت عاوز تطلع هتطلع ازاي؟ الارك دوت طول الوقت بيتحرك وفي عوامل تانية بتخلي الموضوع مستحيل. انجن بيشد رودو بيقول له لازم يتقبل دوت ويبقى هادي، بس انجن بيقف لما بيسمع رودو بيقول دوت مستحيل وانه هيرجع مهما حصل. ورودو بيقول ان انجن اكيد عارف حاجه مش عاوز يقولها له، بيصر ان هو اكيد عارف ازاي يوصل للارك وعاوز يعرف عن العالم دوت والوحوش وحتى قوه انجن، وبيطلب من انجن يحكي له كل حاجه علشان هيستخدمها كلها ضد الانزال اللي فوق في الارك. وبيتذكر القاتل المقنع وبيقسم ان هو مش هيسكت غير لما انجن يحكي له كل حاجه. فجاه انجن بيرمي القناع بتاعه وبيقول ان رودو علشان مش راضي يسكت فهو هيحكي له عن العالم دوت. نسمع رودو بيقول استنى، وانجن بيشده جامد وهو ماشي وفجاه بيرمي على الارض. رودو بيبص حواليه وبيشوف عربيات نقل جنب محطه بنزين وبيسال ايه المكان دوت، فانجن بيقول له استمتع. رودو بيلف الانجن وبيطلب منه يستناه وبيفكره ان هو مردش على اسئلته، وانجن بيسيبه لوحده. فجاه رودو بيلف وشه فبيشوف ناس لابسين اقناع بيبصوا له، واحد بيتساءل ايه اللي بيعيل بيعمله هنا، وبيفترضوا ان في اكيد حد معاه وبيقولوا ما ينفعش هنا حد يجي لوحده، وبيبصوا على هدومه بفضول. وواحد بيقرب ويسال هو انت من الارك؟ فرودو بيبص له والراجل بيساله انت جيت منين؟ فرودو بيقول انا جاي من الارك. فجاه الناس بيقلعوا الاقنعه بتاعتهم وبيرموها لفوق وبيحاصروا رودو وبيسالوه بلهفه اذا كان بجد من الارض لان عمرهم ما شافوا بني ادم عايش من هناك قبل كده، وبيبقوا مبهورين. فرودو بيسالهم انتوا مين؟ وواحد بيبقى مستغرب ان رودو بيتكلم لغتهم وبيبقى مصدقه. واحد بيحاول يشيل قناع رودو بس رودو بيبعد وبيبقوا مش مصدقين ان هو نجا. واحد تاني بيقول ان هم مش بيلاقوا غير جثث وبيسالوه انت ليه متكتف كده وبيحاولوا يفكوه. فرودو بيبقى شايف ان هم الطف من انجن، وفجاه بنشوف ايد رودو متكتفه جوه قفص، بنسمعه بيحاول يكسر القفص. واضح ان هم مش عاوزين اي حد من الارك ليه قيمه يهرب. بيوضحوا ان جثث اهل الارك غاليه، مش بس الجثه كلها لا العينين والدراعين والرجلين كمان، وفي ناس ممكن تدفع علشان هدومهم حتى، ومع ذلك عمرهم ما توقعوا ان هم يمسكوا واحد عايش. رودو بيبص لهم بغضب، وواحد بيقول انت عاوز تعرف ليه في ناس بتعوز اهل الارك؟ علشان احنا بنكرهكم وبترموا زبالتكم هنا لحد ما بتتكوم وبتلوث الجو وبتصنع وحوش. الوحوش قتلت ناس كتير هنا، في ناس اتسحقت تحت الزباله وبيوتهم ضاعت بسبب التربه المسمومه. وبيسال رودو تفتكر هيحصل لك ايه لما يشوفوك؟ اكيد هيعذبوك ويقطعوك قدام الناس كلها، وبعد ما يبيعوك هيقفوا يدفعوا علشان يتفرجوا على اللي هيحصل لك. وبيرموا اكل قذر قدام رودو وبيغصبوه ان هو ياكل علشان هو رفيع مش عاوزين يموت من الجوع. والراجل بيبتسم براهن ان براعم التذوق بتاعه رودو حساسه للاكل الوحش هنا، وبيقول ان اهل الارك متكبرين وعمرهم ما بيلمسوا زباله. واحد تاني بيبتسم بخبز وبيتفق معاه وبيغصب رودو ان هو ياكل. رودو بيعض صوابع الراجل دوت بدرجه كبيره لدرجه ان هو بيقطع الجلد، والراجل بيصرخ من الالم بيقع وعظم صوابعه بيبان. رودو بيدمر صوابع الراجل ببقه والناس كلها بتبقى مصدومه، بيتفرجوا على رودو وهو بيوطي راسه وبياكل الاكل الوسخ. رودو بيقول الاكل مش زباله دوت ممكن يتاكل عادي، وبيبص لهم وهو بياكل فبيبصوا له باستغراب.
رودو بيوضح ان كل ما بيقابل حد بيتكلم عن الارك والارض والزباله والقبائل فوق وتحت هنا بيتعصب، ونور احمر بيطلع من ايده وبيغطي جسمه وبيقول لهم كفايه حكم على الناس بناء على تصنيفاتكم. فجاه بيكسر السلاسل وبينط عليهم وبيقول انتوا فاكرين عندكم الحق ان انتوا تعاملوني زي ما انتوا عايزين؟ انا مش هقبل دوت تاني. والنور الاحمر بيحيط بيه، وفي نفس الوقت انجن بيتفرج من بعيد وبيعمل زوم بالمنظار وبيبتسم وبيقول قوة رودو مذهلة، وتوقعاته كانت صحيحة من الأول. رودو بيخلع القناع بتاعه وبيتذكر كلام ريكتو إنه لو عمل حاجة بلطف روح في من يوم من الأيام هتعيش جواها، والروح دي هتساعدك. وبنشوف طاقة بتطلع من القفاز بتاعه وهو بيمسك السلاسل بتخلي الطاقة تنبع أكتر، والتانيين بيقولوا مستحيل حد من الأرك يكون عنده القوة دي. وإنجن بيكمل مراقبة وبيوضح إن الناس اللي يقدروا إن هم يدوا حياة للحاجات ويستخلصوا طاقتها هم الواهبون. والراجل اللي رودو عضه بيزعق للتانيين إن الواد دوت لازم يدفع الثمن، وبيأمرهم إن هم يقتلوه وبيهجموا على رودو، فبيرفع السلسلة وبيرميها عليهم. واحد بيقول إن هو لازم يستهدفوا السلاسل، وبيضيف إن الواهبين مش عندهم قوة غير في أدواتهم. واحد بيظهر قدام رودو وبيطير السلسلة منه، فرودو بيمسك عجلة عربية وبيشحنها بالطاقة، وإنجن بيتفرج بانبهار. وإنجن والراجل بيبقوا مندهشين لأن رودو بيقدر يستخدم كذا أداة مش أداة واحدة. رودو بيضرب الراجل في وشه وبيوقعه، وبنشوف كل المهاجمين بيقعوا. بيقرب من آخر واحد شتمه وكان عاوز يموته وبيرفع إيده علشان يضربه، بس إنجن بيظهر من وراه وبيمسك ايد رودو وبيقول له اهدى، فرودو بيهدى وصخور الحطام بينزلوا حواليهم، بس بيسحقوا الراجل الأخير لحد ما بيفقد الوعي. ورودو بيبص له، وانجل بيساله دي قوتك صح؟ فرودو بيهز راسه بيقول ايوه. وفجاه العجله اللي في ايد رودو بتتحول لرماد وبيتساءل ايه اللي حصل. فجاه بيتذكر كلام ريكتو وبيبدا ينزف من مناخيره وبيبص على القفاز بتاعه. انجل بيوضح ان استخدام القوه دي بيدمر الجسم، وبيعتذر له بيقول ان هو كان عاوز يتاكد اذا كانت قوته حقيقيه ولا لا، وبيوعده ان هو يحكي له كل حاجه عن العالم دوت وقوته، بس في المقابل بيعرض على رودو مكان مع الموظفين علشان هم عايزين حد زيه. رودو بيبص باستغراب وبيقول يا ريت لا. والمشهد بيتنقل وبنشوف واحد قاعد على سطح مبنى بيشوف الجهاز بتاعه بيعمل صوت وبيطفيه، وبيوضح ان انجن نادرا ما بيتصل بيه، وبيتساءل ايه اللي حصل، وبيتفاجئ لما بيعرف ان انجن لها موهبه طبيعيه. في مبنى تاني في مكان شبه عياده، انجن بيوضح للشخص اللي بيكلمه في التليفون ان هو قابل رودو بالصدفه في الارض المقفره، وطلع عنده قوه زي اللي عمره ما شافها قبل كده، وجنده للموظفين، وبيضيف ان هو هيعرفهم على بعض لما يخلص هنا. وبنشوف دكتور شكله غريب بيعالج رودو. رودو بيبص له باستغراب وبيقول لانجن ان هو عمره ما قال انه هيكون جزء من العصابه بتاعت انجن، فانجن بيوضح ان هو مش في وضع يسمح له بالرفض. رودو بيبص بغضب وبيوضح ان هو لازم يرجع، والدكتور بيقاطعه وبيزعق له وبيقول له انه محظوظ. فرودو بيتفاجئ من كلامه وبيتساءل مين دوت، فالدكتور بيكمل بيقول مفيش غير الحمقى اللي بيتجولوا في الارض المقفره، وبيأكد له انه لو كان اتنفس الهواء هناك اكتر من كده كان زمانه ميت او اتخطف، وانه الافضل ان هو يشكر الراجل دوت، ويقصد انجن بالكلام ده. وانجن بيتفق مع الدكتور وبيطلب من رودو ان هو يشكره، وبيتضح ان الدكتور ست عجوزه وبتخلص علاج رودو، وبتطلب منه ان هو يدفع الثمن. رودو وانجن بيسيبوا العياده، ورودو بيشكر انجن على ان هو دفع ثمن علاجه، وبيقول له ان كل اللي عاوزه هو معلومات وما عندوش وقت ينضم للموظفين. انجن بيقاطع رودو بيوضح ان هو كان فاكر ان حادثه الخطف هتبين لرودو نظره الناس هنا لاهل الارك، وانه هيكون في ورطه لو اكتشفوا ان هو من الارك. وانجن بيكمل ان دوت مش مكان بيتم تداول المعلومات فيه ببلاش، وان رودو المفروض يسكت ويتبعه. بعد كده بنشوف رودو بياكل في مطعم مع انجن، اللي بيوضح ان شهيه رودو اتفتحت بعد ما رجع كل الزباله اللي اكلها. رودو بيبص على العصافير وبيفكر انه كان فاكر ان الحفره مجرد نفايات، بس طلع عندهم مدن حقيقيه واكل وكل حاجه. وانجن بيسال رودو عن اسمه، فرودو بيرد ان اسمه رودو، وانجن بيقول ان اسم رودو جميل، وبيكمل كلامه مع رودو بيوضح ان هو هنا على الارض مش بس الزباله اللي بتتراكم، وان نفس القاعده بتنطبق على المشاعر واسمها الماجا، وساعات الماجا بتتحول لطاقه وبتؤدي لنتائج مختلفه، ومن ضمن النتائج دي ولاده وحوش الزباله واللي بيهاجموا البني ادمين اول ما يشوفوهم، ودايما بيكونوا موجودين في مناطق رمي النفايات الخارجيه، بس ممكن يدخلوا المدن ساعات. في اللحظه دي رودو بيساله ليه المدينه كلها مش محصنه. فانجن بيرد بيوضح ان بسبب الطبيعه البشريه ما يقدروش يفضلوا محبوسين للابد. وانجن بيوضح ان الاسلحه العاديه ما بتقتلش الوحوش دي، وبيشاور على قفاز رودو بيوضح ان القفه ذاته تقدر تقتلهم. فرودو بيتفاجئ لما بيسمع دوت. وانجن بيوضح ان لما حد بيعمل حاجه برعايه لفتره طويله الماجا بتسكن فيها، بيسموا الحاجات ديت ادوات حيويه، وهزيمه وحوش الزباله بتتطلب الماجا خاصه بالادوات الحيويه. وكمان بيوضح ان في كام واحد بس بيقدروا يستخدموا طاقه الادوات الحيويه. فرودو بيسال اذا كان هو من ضمن الناس دي، فانجن بيرد بيقول ايوه، وبيقول ان هو وانجن عندهم القدره دي ومعروفين باسم المتبرعين او المانحين. وفي اللحظه دي بيخطر على بال رودو ان ريكتو كان عنده حق. بعد كده انجن بيقول لرودو ان المنظفين مجموعه من مبيدي وحوش الزباله، وان هم محتاجين مانحين اكتر. ورودو بيفهم ليه انجن عاوزه ينضم ليهم، وبيساله اذا كان بانضمامه ليهم هيقدر يعلمه ازاي يطلع لفوق. فانجن بيتفاجئ وبيوضح ان هو ما عندوش فكره عن الطلوع لفوق ازاي، ورودو هنا بينصدم وبيقول لانجن انه كان بيتصرف كانه عارف ازاي يوصل لفوق،
بس انجن بيوضح ان هو ما قالش اي حاجه عن الصعود لفوق. فرودو بيحبط، بس انجن بيقول له ان القائد بتاعهم ممكن يكون عارف طريقه للصعود للاعلى. فرودو بيقول له ان هو عاوز يتكلم مع القائد بتاعهم، وانجن بيسال رودو مين اللي ادالك القفازات دي. فرودو بيقول ان دوت كان والده، القفازات دي بتفكره بوالده. وانجن دلوقتي فهم ليه رودو متحفظ بالقفازات دي، وبيوضح ان لما حاجه بتكون غاليه عليك لازم تهتم بيها، ودي فكره بسيطه بس ناس قليله اللي بتقدرها. وانجن بيوضح ان القفازات دي كويسه ولها روح، وبيطلب من رودو ان هو يعتني بيها كويس. وهنا رودو بيتذكر والده وهو بيعيط. في اللحظه دي انجن بيجيله تنبيه، بيقوم وبيقول لرودو ان هو اداله معلومات كافيه عن الحياه على المكان دوت، بيطلب منه ان هو يستنى هنا. بس رودو بيقاطعه وبيعتذر وبيقول له ان هو مديون له لكل حاجه. فانجن بيبص له وبيبتسم وبيديله فلوس وبينصحه ان هو ما يصرفهاش كلها على حاجه واحده. ورودو بيتفاجئ وبيسال انجن اذا كان متاكد، وانجن بيرد بيقول ان هو متاكد، وبيقول له ان الفلوس دي هي اللي جابها من بيع هدومه واستخدمها كمان في مصاريف علاجه وللاكل، فهو متاكد. وبعد كده انجن بيمشي، وهنا رودو بيغضب وبيزعل انجن وبيقول له ان هو هيضربه. بس انجن بيوضح له ان هو ما ينفعش يتجول هنا بهدوم اهل السماء، وبيطلب منه ان هو يستنى هنا. ورودو بيبقى لسه واقف وهو غضبان، وبيفكر ان هو هيسيب الحمقى دول اول ما يلاقي طريقه يطلع بيها لفوق. في اللحظه دي في قطه بتظهر وبتسرق الفلوس بتاعه رودو وبتجري، ورودو بيجري وراها وبيحاول يمسك القطه بس بتفلت منه. ورودو بيلاقي عصايه وبياخدها، وبيتضح ان العصايه دي بتاعه شخص واقف قريب. وفجاه بنشوف القطه بتتعثر وهي بتنط على صندوق زباله وبتقع. فرودو بيلحقها وبيثبتها بالعصايه، بيحاول ياخد كيس الفلوس منها. بس فجاه رودو بيسمع حد وراه بيقول له ان دوت بتاعه وبيطلب منه ان هو يرجعه. فرودو بيوضح له ان الفلوس دي بتاعته، والشخص بيوضح ان هو ما قالش حاجه عن الفلوس، بيتكلم عن العصايه. فرودو بيتفاجئ بس بيقول للشخص ان دي عصايه وحشه. فجاه بنشوف الشخص بيخطف العصايه من رودو وبيزقه، وبنشوف الشخص ماسك العصايه وبيشمها. في سؤال في دماغ رودو دلوقتي، مين ده؟ وبيلاحظ ان هو لابس نفس الشعار اللي انجن لابسه، والشخص بيساله اذا كان فاكر ان هو يقدر يسرق كنز اي حد ويهرب من غير عقاب. فرودو بيتفاجئ وبيتساءل اذا كان الشخص دوت واحد من الموظفين، فالشخص بيقول له انه هينزل عليه عقاب كبير. وبنشوف الشخص بيرفع عصايته وبيوجهها ناحيه رودو، والشخص بيقول له لما تسرق كنز حد لازم تكون مستعد لمواجهه العواقب. بيكمل ويقول الموهبه الجديده رودو. فرودو بيتفاجئ وبيسال اذا كان عارف هو مين وازاي عرف ان هو من الموظفين. فالشخص بيرد بيقول ايوه انا عارفك، وان انجن حكى لي عنك. وبيضيف بيقول ان هو من منظفين اكوتا واسمه زانكا، وانجن خلاه مسؤول عن تدريبه، وانه ما توقعش ان هو يبدا تدريبه بحاجه اساسيه زي دي، انه ما يسرقش من الناس اذا كانت حياته ليها قيمه بالنسبه له. فرودو بيقول له انه كان بيستخدمها علشان يرجع فلوسه من القط. بس زانكا بيقاطعه وبيقول له يروح لوالده ويقول له ان هو ما ربهوش كويس، وده خلى رودو يغضب جدا وبيفكر ان الوقت دوت ما يعرفش حاجه، وبيشتم في والده، وعلامات الغضب بتبدا تظهر عليه. وبيتذكر ريكتو وهو بينصحه اذا كان عايز حد يسمعه يحاول يتنازل الاول، لان الناس بتكره الشباب سريع الغضب. ورودو الصغير بيتفاجئ من كلامه، وريكتو بيبتسم وبيضيف ان هو محتاج يهدى ويفكر في مشاعر الشخص التاني. وبنشوف رودو بيهدى من غضبه وبيردد العباره التاليه مشاعر الشخص التاني، لانه كان بيعتقد ان زانكا حس ان عصايته اتسرقت منه، وده السبب في ان هو كان غاضب، وان هو هيزعل لو حد خد القفاز منه. بعد كده رودو وضح له بهدوء ان هو ما كانش يقصد ياخد عصايته، وانه ما كانش يعرف ان هي بتاعته، واعتذر له. وفجاه زانكا هدي واعتذر هو كمان عن عصبيته، ووضح ان عصايته ليها قيمه كبيره عنده. ورودو اتفاجئ برد فعل زانكا، وخطر على باله ان دي اول مره في حياته ينهي خناقه بهدوء، وان ريكتو كان عنده حق. زانكا قال له ان هو هينضم دلوقتي للموظفين، ومد ايده وطلب منه ان هم يشتغلوا مع بعض دلوقتي. زانكا بعد كده ساله ايه ادواتك الحيويه وايه اللي تقدر تعملها بيها. فرودو وضح ان قفازاته هي ادواته الحيويه، وانه ما يعرفش يعمل بيها ايه. فزانكا بص على قفازات رودو وانبهر بيها، وخطر على بال رودو ان زانكا يبدو كشخص مختلف تماما عن اللي قابله من شويه، لانه دلوقتي بيبتسم. وتذكر نصيحه ريكتو انه يغير تكشيرته ويحاول يبتسم، وادرك ان الابتسامه بتفرق كتير. وفي نفس الوقت زانكا قال له ان عصايته هي اداته الحيويه، والكل بيتريق عليه عشان كده. فرودو اتسال اذا كان يقدر يبتسم وشجع نفسه على دوت، وقال ان هو اكيد هيقدر. وزانكا بعد كده ساله انت ليه عاوز تنضم للمنظفين؟ بس بنشوف رودو بيحاول يرسم ابتسامه على وشه، وبيقول لزانكا ان هو كان بس بيساعدهم علشان ياخد اللي هو عاوزه. فزانكا بص له وفجاه زعق في وشه وساله ايه التعبير اللعين اللي انت عامله في وشك ده، وشك ان رودو بيسخر منه. فرودو اتخض وساله انت ليه غاضب دلوقتي، وقال ان التعبير اللي على وشه دوت احسن ابتسامه عرف يعملها في حياته. فزانكا ساله ده في انهي عالم دوت دي يعتبر ابتسامه. رودو بعد كده تساءل ايه اللي عمله غلط، وابتسم ابتسامه سخيفه ثانيه. فزانكا صرخ في وشه مره ثانيه وصفه بالمجنون، وقال ان هو سامحه، بس دلوقتي رودو بيسخر منه. فرودو رد بغضب وسأل ايه الغلط في الابتسامه اثناء محادثه عاديه. فزانكا قال له ما تفتكرش نفسك مميز علشان انجن قال ان انت موهوب بالفطره. وكمل كلامه وقال ان هم بيخاطروا بحياتهم يوميا في مواجهه وحوش الزباله وتهديدات تانية. ورودو بيقول ان هو هيساعدهم بس علشان ياخدوا اللي هو عاوزه، وان لو ما يقدرش يتكلم بجديه عن هدفه يبقى اكيد هدف تافه. رودو بعد كده تذكر ريكتو وهو بيتقتل على ايد الشخص المقنع، وريكتو وهو بيقول له يغير العالم القذر دوت. وبنشوف رودو بيقف قدام زانكا وبيساله ايه اللي قاله من شويه، هدف تافه؟ انا كنت جاد في الموضوع دوت، كنت بعمل كل اللي اقدر عليه. وحذر زانكا انه ما يسخرش منه. زانكا بعد كده فهم ان هما ما تقبلوش بعض من اول لحظه شافها فيه. بعد كده زانكا مسك عصايته وحولها لاداه حيويه، وفي نفس اللحظه بالضبط
رودو مسك حاجه وحولها لاداه حيويه، فزانكا انصدم وادرك ان قدره رودو بتسمح له يحول اي حاجه يمسكها لاداه حيويه بمجرد ما يلمسها. وزانكا كمل كلامه وقال دوت بيشرح اللي انجن قاله عن ان رودو موهبه بالفطره، بس لو الموهبه الفطريه هي كل اللي عندك مش هتقدر تهزم اي حد عادي زيك. وفجاه عصايه زانكا وقعت من السماء قدام رودو. رودو اتفاجئ واتسال امتى العصايه دي طلعت في السماء. وزانكا بدا يهجم على رودو اللي حاول يصد هجوم زانكا، وزانكا قال له لازم تكون اسرع. ورودو هاجم زانكا بس زانكا رفع عصايته وضرب بها رودو. رودو وقع على الارض وزانكا قال له هجومك ضعيف، وقال ان القوه هي كل اللي عند رودو. بس زانكا حس بحاجه على وشه لمسها بايده واتصدم لما ادرك ان رودو استخدم شطافه بلعات في المعركه. زانكا حاول يوضح ايه هي شطافه البلعات لرودو، بس رودو هاجم زانكا وزانكا تفادى كل ضربات رودو المقرفه. وفجاه زانكا هرب. رودو بعد كده تساءل ايه اللي خوف زانكا كده، واعترف ان هو ما يعرفش ايه الحاجه اللي موجوده في ايده دي، بس هي اشتغلت كويس وجري ورا زانكا. وزانكا جري وقال لرودو يرمي الحاجه ديت من ايده، بس رودو فضل يجري ويطارده. وفجاه زانكا جري وبص لورا علشان يشوف رودو بينط وبيحرك شطافه البلعات في الهواء وبيرش كل القرف اللي فيه على زانكا. زانكا صرخ فجاه. وبعد كده بنشوف انجن بيسوق عربيه في المدينه وشاف رودو قاعد على جنب الطريق، وانجن وقف جنبه بالعربيه وسال رودو اذا كان هو وزانكا بقوا اصحاب، بس اتفاجئ لما شاف زانكا مرمى على الارض وبقى مصدوم جدا. بعد كده في عربيه انجن بنسمعه بيضحك، ما كانش مصدق اللي رودو عمله في زانكا. زانكا وضح ان هو عمره ما اتهان بالقرف دوت قبل كده. في نفس اللحظه رودو بينصدم لما ادرك ان هو كان بيحارب بالقرف طول الوقت. وانجن وضح ان زانكا شكله كان عامل زي الواد المدلل وهو مرمي هناك على الارض، وانه اتهان برش القرف عليه وضحك تاني. فزانكا قال له يبطل يضحك. وانجن وضح ان دوت ممكن ما يكونش اول لقاء ليهم محترم قوي، بس وضح لرودو ان زانكا هيكون مدربه، واضاف ان زانكا هو الافضل عندهم في التحكم في الادوات الحيويه وهيعلمه حاجات كتير. وخطر على بال زانكا ان انجن فاكر ان هو كويس واتفاجئ بكده. فجاه انجن سال هي امتى ريو وصلت. بنشوف بنت نايمه في الكنبه اللي ورا في العربيه ورودو بيبص لها. البنت اللي اسمها ريو قعدت وقالت ان هي فضولها هو اللي جابها هنا، وقربت من رودو وسالته انت رودو صح؟ رودو قال ايوه. وفي سؤال ظهر في دماغه، هل البنت دي منظفه هي كمان؟ بنشوف ريو بتمسك شعر رودو وبتوضح ان هو مميز. رودو بيتفاجئ ان في ست بتلعب في شعره واتسال هل دي هي الحياه هنا؟ في اللحظه دي انجن وضح ان هم محتاجين يتحركوا دلوقتي، واعلن ان المحطه الجايه هي البيت، مقر المنظفين. الحلقه بتبدا لما بنشوف انجن سايق العربيه وراجع بيها على المقر، بيعدوا من نفق ورودو بيندهش وبيوصلوا البيت وبينزلوا من العربيه، وانجي بيرحب برودو في مقر المنظفين وبيدخل المقر، وريو بتسلم على رودو. رودو بيتفاجئ وبيستغرب هي بتعمل معاه كده ليه. في اللحظه دي انجن بينادي عليه وبيقدمه لموظفه الاستقبال بتاعتهم اللي اسمها سيميو، اللي بيخليها تشوف اي حد بينضم ليهم وبيشرح له قدره سيميو ايه. وقبل ما انجن بيخلص كلامه سيميو بحركه سريعه مسك الدبان كان حوالين رودو انجن بيتفاجئوا منها. سيميو بتقول لرودو ان هي مبسوطه بمقابلته، وبتكمل ان انجن حكى لها عنه وعاوزه تشوف قدراته. رودو بيتفاجئ وانجن بيشرح له ان نظاره سيميو هي اداتها الروحيه وهي بتقوي رؤيتها للحركه، ولو ركزت ممكن تشوف جوهر الشخص. رودو بيستغرب اذا كانت فعلا بتقدر تعمل كده، وبنشوف طاقه بتطلع من نظاره سيميو وهي بتبص على رودو، بس فجاه بتقف. انجن بيسالها مالك، فسيميو بتشرح له ان رودو رياضي جدا ومش هيحتاج اي تدريب جسدي، وان علاقته باداته الاساسيه كويسه جدا بس استخدامه ليها غير مستقر، وانه محتاج تدريب علشان يقدر يستخدم قوته بارادته. فانجن بيسالها اذا كان ده كل حاجه، بس سيميو بترد ان دوت مش بالظبط، وبتقول لرودو ان في براز على رقبته. فرودو بيتخض، وهنا انجن بيضحك وبيعرف ليه الدبان ما كانش راضي يسيب رودو وبيطلب منه ما يلعبش في البراز تاني. رودو بيتعصب وبيقول ان هو ما كانش بيلعب، وانجن بيشكر سيميو وبيكمل ان هو هياخد رودو علشان يقابل القائد. انجن بتشرح ان في حوالي 100 منظف منهم مقاتلين وحراس ومساندين، وان شغلهم بيوديهم اماكن مختلفه، فصعب ان كلهم يكونوا في مكان واحد. وبيسال رودو اذا كان عاوز يقابل شويه منهم علشان النهارده مش المفروض يكون في كتير هنا، وبيفتح الباب فبيتفاجئ ان هو لقى عدد كبير منهم، فبيقترح تاجيل مقابله رودو بيهم النهارده. انجن ورودو بيكونوا واقفين قدام باب اوضه، وانجن بيشرح ان دي اوضه القائد، ورودو بيقول ان هو هيساله ازاي يوصل للسطح، بس انجن بيقاطعه وبيطلب منه يستنى، وبيقول له انه بيراهن ان رودو اكيد بيفكر ان اول حاجه هيقولها للقائد هي ازاي يوصل للسطح. بيفكروا ان المعلومات هنا مش بتتاخد ببلاش، وبينصح رودو انه يقول للقائد ان هو هيشتغل هنا مقابل مساعدتهم ليه علشان يوصل للسطح. وبيقول لرودو ان هو اضطر يقول له عن اداته الروحيه علشان اتجبر على كده، وبينصحه ما يسالش القائد عن اداته الروحيه علشان ما حدش فيهم عارف ايه هي ولا قوتها ايه. وبيشرح ان كل الموظفين بيتبعوا القائد، وان الولاء بيتكسب مش بس بالمهاره لكن بالقدره على كسب الثقه. رودو بيجهز لمقابله القائد وبيدخل الاوضه، بس بيتفاجئ ان القائد مش على مكتبه. سيميو بتظهر وراهم وبتقول لهم ان القائد في مهمه ومش هيرجع دلوقتي، فرودو بيزعل وانجن بيعتذر لرودو لغياب القائد. رودو بيرد بعصبيه ان هو عارف الكلام دوت ومش عارف هيعمل ايه دلوقتي. فانجن بيسال سيميو اذا كان في وقت مقدر لرجوع القائد، بس هي مش عارفه. وانجن بيقول لرودو انه كان فاكر ان القائد اكثر انضباطا، وبيشرح ان فتره الانتظار ممكن تطول. وريو بتظهر وبتقترح على رودو ان هو يتفرج عليها وهي بتعمل شغلها النهارده. كمل ان رودو ما ينفعش ينضم رسميا للموظفين غير لما القائد يرجع، فبتساله ايه رايك
ترافقني كمتدرب، وبتقول ان هي عاوزه تعرف اكتر عنه وبتساله اذا كان موافق. فرودو بيتفاجأ، وبعد كده بنشوف سيميو بتشرح طلب عميل للكل، تشرح ان في مدينه قريبه من المنطقه الملوثه بلغت عن وحوش قمامه صغيره بتقرب من الحاجز بتاعهم وعاوزين تنظيف كاجراء احترازي. رودو ما فهمش مصطلح مدينه ملوثه، فسيميو بتبص على انجن وبتساله هو انت ما حكيتش لرودو؟ انجن بيقول لها ان هو سماها منطقه مهجوره علشان يسهل الامور. سيميو بتبص عليه باستياء وبتبص على رودو بتقول له ان هي هتشرح اللي انجن ما قدرش يشرحه له، بتشرح ان الارض متقسمه لمناطق امنه بتدعم حياه الانسان ومناطق ملوثه مليانه قمامه بتعيش فيها وحوش القمامه، وبتكمل ان المكان اللي رودو نزل فيه منطقه ملوثه خطيره جدا، وبتشرح ان في 6 مناطق متوحشه مؤكده لحد دلوقتي، وان اغلب الناس بيموتوا تقريبا لما بيدخلوها، وانها مليانه وحوش قمامه، وان المانحين بيواجهوا صعوبه في التعامل معاهم، وان انجن لما لقاه كانت معجزه. وبتسال انجن انت كنت بتعمل ايه اصلا في الارض المتوحشه؟ انجن بيقول لها ان هو كان هناك علشان يمدد رجليه. سيمي بتبص عليه باندهاش وبتقول له يلبس قناع في المناطق الملوثه. بتشرح لرودو ان استنشاق اي حاجه سامه هيخليه عيان جدا، وبتكمل ان اي حد من غير قناع غاز في الارض المتوحشه هيموت في خلال 15 دقيقه. وبره الكل واقف، وريو واقفه جنب رودو وبتقول له ان المهمه دي المفروض تكون سهله، وهي عاوزه رودو يراقبها كويس. رودو بيفكر ان هي طلعت كومه قمامه بجد، وبيتساءل كام دقيقه قضاها هنا وهو بيتنفس الهواء السام، وبيفكر ان هو لما كان في الاعلى كان فاكر ان الحفره كومه قمامه، لكن ما تخيلش ابدا ان في ناس عايشين تحت وان الناس اللي فوق ما يعرفوش كده. لكن بيتساءل اذا كانوا عارفين فعلا وبيرسلوا الناس والقمامه هنا حتى بمعرفتهم. لكن بيشرح انه لما بيبص على المنطقه الملوثه بتبدو ليه ككنز حقيقي وعاوز ياخد كل حاجه ويصلحها. وبيسال ريو مين الناس دول، فريو بترد ان هم كمان مجموعه من عمال المنظفين اسمهم المساندين، لكن ما عندهمش قوه، وان هم جزء من الفريق وبيساعدوهم في شغلهم. فواحد منهم بيمد ايده لرودو وبيقول له ان هو مبسوط بمقابلته. رودو بيمد ايده علشان يسلم عليه، بس فجاه الراجل بيعصر ايد رودو جامد ويخليه على الارض. ريو بتضحك وبتقول له ان الراجل دوت مذهل علشان قوه قبضته اسطوريه ويقدر يسحق القشره الخارجيه لوحش القمامه بايديه العاريتين. فرودو بيفكر ان هو مش متاكد اذا كان هيقدر يواكب الطاقه دي، لكن لازم يراقب ويتعلم حتى لو المهمه سهله. في اللحظه دي بنت من المساندين بتقول لريو ان تم رصد وحش قمامه. رودو بيتفاجئ من عددهم الكبير وبيقول لريو ان هي ما قالتش ان هم هيحاربوا قطيع من الوحوش لانها قالت ان هي مهمه سهله، بس ريو بتاكد له انه مفيش مشكله وان النوع دوت من الوحوش بطيء ومش قوي. بنشوف الوحوش بتقرب وبتحاول تخترق الحاجز، وريو بتشرح لرودو ان الوحوش دي ما تقدرش حتى تخدش الحاجز، وبتقول له يتفرج ويتعلم. ورودو بيشوف ان الوحوش دي اضعف بكتير من اللي قابلهم قبل كده، لكن شكلهم شبه الحيوانات قوي. لكن فجاه وحوش اكبر واضخم بتظهر باعداد كبيره وبيقربوا من الحاجز. رودو بيصرخ ان الوحوش دي شكلها اقوى، بس ريو بتقول له يهدى وان مفيش مشكله، بس رودو بيصرخ تاني وبيقول لها تستدعي التعزيزات. ريو بتقول له يهدى وان ايوه الوحوش دي اكبر واقوى من اللي قبلها، لكن هم مثال كويس لتدريب مبتدئ زيه. وبتقول ان القطيع مش هيكبر اكتر من كده، وكل ما يخلصوا منه اسرع كل ما هيروح البيت اسرع وهيعملوا حفله ترحيب لرودو. وبتسال رودو ايه اكتر اكله بتحبها، بس رودو بيقول ان هو لسه مش عضو رسمي من عمال النظافه. وبيسال ريو هي ليه هاديه كده، مش انت بتخاطر بحياتك؟ فريو بترد عليه انه لو عاوز يبقى عامل نظافه ويعيش على الارض دي المهم يفضل هادي. فرودو بيتذكر هنا ان انجن كان هادي برضه اثناء محاربته للوحوش، وبيسال نفسه لو الهدوء هو اللي ناقصه فعلا. وبيتضح ان هو محتاج يهدى. في الوقت نفسه الحاجز بيتكسر ووحش قمامه عملاق بيظهر قدامهم. رودو بيتفاجئ من منظر الوحش والقناع بيقع من على وشه، بيقول لنفسه يهدى وما يقلقش. وبيبص على ريو وبيسالها اذا كان برضه يقدر يضمنه هادي في الوضع ده، بس بنشوف ريو متضايقه من الوحش وبتقول لرودو ان دوت مش كويس لتدريب مبتدئ خالص. رودو بينصدم، لكن ريو بتكمل ان مشاهده وحش زي دوت بيخليها متحمس اكتر. رودو لسه بيقول لنفسه يهدى، وبنشوف رودو بيتفرج على ريو وهي بتطلع عاداتها الروحيه وهي عباره عن مقص. ريو بتشرح ان قبل ما تنظف الوحش الكبير لازم تعمل تنظيف خفيف الاول. المقص بيتحول لمقص عملاق، وريو بتهاجم الوحوش الصغيره وبتدمر معظمهم بضربه واحده. رودو بيندهش منها، ورودو بيتساءل ايه اللي ريو عملته دوت. راجل من المساندين بيقول له ان المقص دوت هو اداه ريو الروحيه واسمه السفاح. وبيكمل ويقول ان اغلب الناس بيستخدموا المقص بايديهم، لكن ريو بتستخدمه برجليها. وبنشوف ريو بتنقض على الوحوش وبتخلص عليهم. رودو بيفهم ان كل عامل نظافه بيستخدم ادواته بطريقته الخاصه. في اللحظه دي الراجل بينصحه انه لازم يكون حريص ويدافع عن نفسه. بنشوف وحش ورا رودو بيجري ناحيته، فجاه الراجل بيتدخل وبيضرب الوحش بايده، بيوقعه على الارض وبيمسكه وبيرميه بعيد ناحيه ريو، فبتقطعه نصين. وريو بتقول لهم يبعتوا ليها اكتر. رودو بيشوف دوت وبيبقى مندهش، وفعلا المساندين بيضربوا الوحوش بايديهم وبيرموهم ناحيه ريو اللي بتنقض عليهم بمقصها. وبيتضح لرودو ان المساندين ما عندهمش القدره ان هم يقتلوا الوحوش، لكن هم بيعطلوا الوحوش وبيخلوا المانح يوجه ضربه قاضيه ليهم، وان دي طريقه قتال عمال النظافه. بيتذكر اللي قاله عن ان هو هيساعد لمجرد بس ان هو ياخد اللي هو عاوزه. بنشوف ريو قاعده على مقصها وبتشرح ان كل الوحوش تم القضاء عليها ما عدا الوحش الكبير
اللي بيظهر وراها. وبيتضح للمساندين ان ريو بتحارب الوحش العملاق، وبيقولوا ان هم هيفككوا الوحوش الصغيره وهيمنعوها من المشاركه في القتال. وبينطلقوا، بس واحد منهم بيتعثر في وحش وبيقع على الارض، وبيتضح ان الوحش دوت كان لسه عايش وبينطلق علشان يهاجم الشخص دوت، وشخص اخر بيقول له يجري. وبينما الوحش بينقض على الشخص دوت، رودو بيظهر فجاه وبيمنع الوحش من الوصول للشخص بعصايه في ايده، ويقول ان هو لو عاوز المعلومات لازم ينضم لعمال النظافه، وانه مش هيكون عبء على الاخرين. رودو بيحول العصايه في ايده لاداه روحيه، وبيتفاجأ من قوته وقدرته على تحويل العصايه للشكل دوت. الوحش بيحاول يقرب من رودو، بس فجأة ريو بتظهر وبتقطع الوحش، وبتقول له انه بيتسرع علشان يساعد شخص اخر، ودي غريزه عنده، وبتشكره. الشخص التاني من المساندين بيجي وبيعتذر ان هم اهملوا دفاعهم، وبيشكر ريو ورودو، وبيسأل ريو اذا كانت خلصت على الوحش الضخم. فريو بتشرح له ان هي قسمته نصين، بس دوت ما نفعش، وان هي قطعته كذا مره وما نفعش برضه. وبتشوف الوحش واقف وراها. الشخص بيفهم ان دوت وحش مش بيتاثر بالادوات الروحيه. فريو بتستغرب وبتتساءل، لان نقطه ضعف اي وحش قمامه بتكون زي الكائن الحي عاده، بتنوي ان هي تقطعه لقطع تاني علشان تخليه ما يعرفش يتحرك. الراجل بيقول لها ان هو هيسجل الوحش دوت في السجل علشان ده نوع جديد من الوحوش وهيبلغوا عنه. رود واقف هنا مش عارف المفروض يعمل ايه. بعدها ريو بتنقض على الوحش وبتهاجمه بمقصها وبتقطع اجزاء من راسه. فجاه بتشوف حاجه بتلمع في راسه، والوحش بعد كده بيبدا يضرب الارض. ونشوف ريو بتغرز مقصها في الحاجه اللي بتلمع في راس الوحش. الوحش بيتجنن وبيضرب الارض كذا مره، والحاجات اللي في راسه بتخبط في الارض وبتروح ناحيه المساندين. الحاجات دي اللي في راس الوحش بتقرب منهم وبتخبط في الارض قدام رودو، فبيترمي بعيد. في اللحظه دي بيفتكر ان وعد ريكتو ان هو هيلقن القاتل درسا، وكمان الاوغاد اللي عايشين في الاعلى، بس هو مش عارف يستخدم قوته وما زال عبء على الاخرين. وبيتساءل هو بيعمل ايه هنا. رودو بيقع، بس في اللحظه دي واحد من المساندين بيلحقه بينقذه من الوعد، وبنشوفه شايله وبيجري علشان يعملوا اسعافات اوليه. وبيساله انت ليه تجمدت في مكانك وما اتحركت. ورودو بيشوف ريو وهي بتدمر الوحش، والوحش بيصرخ. فريو بتقول ان طالما الوحش صرخ ده معناه ان هي لقت نقطه ضعفه. بعدها بتضرب الوحش بمقصها عند نقطه ضعفه. المساند ورودو بيجروا ناحيتها، والمساند بيسال ريو اذا هزمت الوحش دوت. ريو بتقول له ان هي هزمته لما ضربت الحاجه دي، وبتشرح ان الحاجه دي هي مصدر طاقته اكيد. المساند بيبص على الحاجه دي وبيتفاجأ لانها مش مصدر طاقه، وان هي اداه روحيه، وبيتساءل ده معناه ايه، وايه معنى ان اداه روحيه تكون جوه وحش. في مكان تاني الراجل اللي رودو ضربه لما كان بيقبض على رودو بيفوق، والراجل بيتذكر ان اخر حاجه فاكرها كانت الولد اللي من السماء وهو بيضربه، وبيقوم وبيشوف شخص غريب قاعد قدامه. فالراجل بيساله انت مين. الشخص الغريب دوت بيساله فين الولد اللي من السماء ده. في مقر شركه التنظيف ريو عملت حفله ترحيب لرودو، وزانكا وصل برضه وبيكون لسه صاحي من نوم الظهر الطويل، وسال ريو ايه اللي بيحصل. فهي قالت له ان هم عاملين حفله ترحيب لرودو في المكان دوت، بس رودو كان قاعد ساكت وراسه في الارض نايم على الترابيزه. زانكا سال ايه اللي مزعل الواد دوت كده. فريو قالت له انه من ساعه ما اداته الحيويه خذلته في نص المعركه وهو مكتئب وزعلان. فزانكا اندهش ان هو زعلان، بس عدى الموضوع وسال ريو عن الوحش الزباله الغريب اللي هي واجهته. فهي اكدت له وقالت له انه بدل ما يكون في نواه وحوش، اتضح ان وحش الزباله دوت كان عنده اداه حيويه كنواه، ومحدش كان مستعد لحاجه زي دي. وريو قالت ان بما انها مش هتقدر تعمل حاجه، قررت ان هي تسيب الموضوع دوت للناس اللي اعلى منها، ورجعت تعمل حفله بدلا من ذلك. وفي الوقت نفسه رودو لسه متضايق، بس رئيس فريق الدعم وصل علشان يتكلم معاه وعرفه بنفسه باسم جريس. وبعدين قال لرودو ان هو عمل شغل جامد امبارح. فرودو فكر ان هو ما عملش حاجه اصلا، بس جريس فكر ان هو حمى واحد تاني من فريق الدعم من وحش زباله. فرودو بيقول له انه حتى لو عمل كده هو ما قدرش يستخدم قوته كويس بعد كده، وده خلاه يحتاج ان جريس وريو ينقذوه، وهو محبط علشان حتى في السماء كان بيفقد السيطره طوال الوقت، وريكتو دايما كان بيغطي عليه بعد كده. رودو حاسس ان هو فاشل ومش هيقدر يحقق توقعات اي حد، بس فجاه جريس شكره، ودوت قطع سلسله افكاره تماما، وقال له ان اغلب المنظفين الجداد بيفتكروا ان فريق الدعم ناس فاشله ما عندهمش قوه حقيقيه، بس انت يا رودو كنت مختلف. واتكلم عن فولو الولد اللي رودو انقذه، ان هو انضم للمنظفين علشان يبقى مقاتل، بس بما ان هو ما عندوش اداه حيويه دلوقتي هو شغال في فريق الدعم وعنده امل كبير، وبيتمنى ان حاجه معينه تبقى سلاحه في يوم من الايام. وجريس قال لرودو انه ما يفكرش كتير في ان هو يبقى اقوى او يحقق ان هو توقعات الناس. سالوا ايه الحاجه اللي كان نفسه فيها دايما حتى قبل ما الدنيا تبوظ في السماء. رودو بدا يفكر بعمق في الموضوع، بس جريس قال له ان لو قدر يلاقي الحاجه اللي اشعلت النار جواه في الاول هيقدر يلاقي طريقه في الحياه. بعدين طبطب على راس رودو وقال له يثق في نفسه. رودو اتاثر بالكلام دوت، بس في اللحظه دي انجين جه وسند عليه وبوظ الجو العاطفي، وسال رودو انت ليه ما بتاكلش حاجه. بعدين ريو وزانكا جم هم كمان، وكلهم قالوا لرودو ينضم للحفله علشان هو نجم الليله، وعلشان الاكل مش هيقعد كتير كده. رودو اتاثر جدا لما شاف ان الناس كلها مهتمه بيه ومشي وراهم. وهم بياكلوا واحد فجاه شغل مزيكا وجاب كام علبه بويه وبدا يرش على الحيطه. وانجين قال لرودو يبص على الواد اللي اسمه جاب دوت ويركز معاه علشان بيعمل اللي هو عاوزه من غير ما يهتم بحد. وبينما جاب بيرسم الرسمه بتاعته على الحيطه، الباقيين
الباقيين بيعبروا عن ان هم متضايقين منه وبيقولوا له يستنى لما يخلصوا اكل، بس زي ما اتقال من شويه هو ما بيعملش حساب لحد. في الوقت نفسه في الدور الارضي الست اللي اسمها سيميو رجعت لمكتبها، وهي كانت متوقعه ان في مكالمه هتيجي في اي لحظه، ورفعت السماعه في نفس الثانيه اللي بدات المكالمه ترن فيها، واستقبلت طلب، واستدعت زانكا وفريق من الدعم علشان ينفذوا الطلب دوت. بس زانكا سالها ايه اللي بيعمله رودو مع المجموعه وهو لسه ما اتقبلش رسميا في شركه التنظيف. فسيميو قالت له ان الطلب اللي وصل لهم متعلق برودو، وشرحت ان الطلب من تاجر اتعرض لهجوم من وحش زباله لما كان بيعدي في المنطقه الملوثه، بس هو هرب بحياته، لكن البضاعه القيمه بتاعته اتسرقت، ودلوقتي عايزهم يهزموا وحش الزباله علشان يسترجعوا بضاعته. وده الجزء اللي رودو مطلوب فيه، علشان البضاعه كانت عباره عن انسان من اهل السماء. كلهم اتصدموا لما سمعوا الكلام دوت، وسيميو قالت ان نادرا ما بيشوفوا كائنين من اهل السماء حيين على هذا السطح وفي نفس الوقت، وده معناه ان في حاجه غريبه بتحصل، وهي عايزه رودو يبص على الموضوع بنفسه. فرودو بدا يفكر في الموضوع، وجريس قال له يتحكم في مشاعره قبل ما ياخد قرار. رودو كان عارف ان هو مش هيقدر يستخدم قوته كويس، وده ممكن يخليه عبء على الفريق، بس هو لسه عاوز يشوف الكائن اللي من السماء اللي موجود دوت علشان ممكن يديله فكره عن الرجوع للسطح. قرر ان هو يروح معاهم، وزانكا ما كانش عاجبه الكلام دوت، بس سيميو عارفه بالضبط ازاي تخليه يوافق على كل حاجه، وقالت ان المهمه دي كانت في الاول موكله الانجن، بس هو مشغول بمهمه ثانيه في الوقت الحالي، وقال ان هو واثق في زانكا ان هو هيقدر يعملها. ده كان كفايه علشان يحمس المعجب رقم 1 لانجن، وده خلاه يقود مجموعته بفرحه خلال المنطقه الملوثه. وفي الطريق رودو سال جريس اذا كان معاه سلاح، فجريس رد ان هو معاه سكينه، بس هو بيثق في ايديها اكتر من السكينه. واحد من فريق الدعم قال لرودو ان جريس معاه تميمه حظ بيمسكها كتير، وعشان كده جريس اتحرج لان سره انكشف. وفي النهايه قرر ان هو يوري التميمه لرودو، وقال ان هي مش حاجه مميزه بس بتديله امل يتعلق بيه. وفي اللحظه دي لاحظوا واحد شكله غريب واقف وراهم. الشخص اللي مش عارفين هو راجل ولا ست دوت قالت لهم ان هي التاجره اللي وظفتهم للمهمه دي. رودو فجاه بدا يسالها اسئله عن الانسان اللي من السطح، فالتاجره ردت ان هي كانت بتنقل حاجاتها لما بالصدفه لقت انسان من السطح مغمى عليه، وكانت قلقانه عليه فشالته معاها، بس بعدها وحش الزباله هجمهم وخطف الكائن بتاع السماء. رودو واجه التاجره وسالها اذا كانت ناويه تبيع الانسان من السطح دوت، فهي انكرت الاتهام ده وقالت له ان هي ما كانتش عايزه تعمل كده، وان هي بس كانت فضوليه جدا بخصوص الكائن اللي من السطح ده. زانكا كان حاسس ان القصه دي كلها غريبه وزباله زي المكان اللي هم رايحين له، لان وحوش الزباله معروفه ان هي بتهاجم البشر اول ما بيشوفوهم، ومش بيعملوا مجهود زياده علشان يخطفوا حد. شايف ان في حاجه مريبه، بس قرر ان هو هيتعامل مع الموضوع لما يجي وقته. التاجره قادتهم للمبنى اللي وحش الزباله جري عليه بعد ما خطف الانسان اللي من السطح، وزانكا قال للكل يكونوا حذرين علشان وحش الزباله ممكن يهاجمهم من اي اتجاه. بس لما دخلوا المبنى لقوه فاضي ما عدا شخص في الطرف الثاني. التاجره قالت ان دوت الكائن اللي من السماء، وبدات تزق رودو ناحيته، والمنظفين التانيين اتزقوا معاه. بمجرد ما وصلوا قريب كفايه رودو ادرك ان اللي قدامهم مش شخص، وانما عروسه لابسه زي انسان بشري. بس فات الاوان، والتاجره نطت لورا وقالت لهم يسرعوا. في اللحظه اللي بعدها الارض اللي تحت رجل رودو اتحولت لطين، والمجموعه كلها وقعت للدور اللي تحت وبيتسالوا ايه اللي حصل ده. فالتاجره سالتهم اذا كانوا بخير، هم قالوا لها ان هم كويسين، وسالوها ايه المكان دوت وفين الكائن اللي من السماء. فالتاجره ضحكت باسلوب مرعب وشاورت على رودو، قالت ان هو الكائن اللي من السماء، وبعد كده اتحولت لطين واختفت فجاه. وفي اللحظه دي سمعوا صوتين بينادوا من بعيد في الضلمه، وبعدين نورين بنفسجيين بداوا يقربوا منهم من الضلمه. زانكا فهم كل حاجه دلوقتي، خصوصا بسبب الانوار الكهربائيه البنفسجيه، وعارف ان الناس اللي نصبوا عليهم دول اسمهم المغيرين، ومش بيكلفوا نفسهم عناء اخفاء ان هم ناويين يسرقوا رودو من المنظفين. رودو بيكون مستغرب بخصوص المجموعه دي، وجريس بيقول له ان هم قطاع طرق العالم دوت، بس اللي بيخليهم خطيرين هو حقيقه ان هم كلهم مانحين بقدرات خارقه برضه. وامر فريقه على الفور ان هم يلاقوا طريقه للهروب، بينما هو وفولو هيحموا رودو. وطلب من زانكا يتعامل مع المغيرين لوحده، ومع انه كان متردد عارف ان مفيش حل تاني. وفريق الدعم جري في الاتجاه المعاكس، وجريس قال لرودو يتبعهم. رودو قال ان هو يقدر يتعامل مع شويه قطاع طرق بنفسه، بس جريس حذره انه ما يستهونش بالمغيرين، خصوصا وهم ما يعرفوش قدراتهم. ومن ناحيه اخرى زانكا بيستهزأ بالمغيرين وبيقول ان هو كان عارف ان هم هيجوا ورا رودو، بس عمره ما تخيل ان هم هيشموا ريحته بالسرعه دي. سالهم اذا كانوا ناويين يبيعوه علشان انسان من السماء ممكن يجيب لهم فلوس كفايه يخليهم يتقاعدوا ويعيشوا في حياه رفاهيه. المغيرين ضحكوا وقالوا ان هم مش ناويين يبيعوا رودو، بالعكس هم فضوليين جدا بخصوص الانسان اللي من اهل السماء، والكلام مع شخص من السماء هو افضل مصدر للمعرفه، وعايزين يعرفوا حاجات كتير خصوصا ازاي عدى الحاجز من غير ما يموت. زانكا كان فضولي بخصوص موضوع الحاجز دوت برضه، بس قرر ان هو هيتعامل مع المغيرين بسرعه، وقال ان بما ان هم رتبوا الكل دوت مش محتاج يقلق من وحش زباله. واحده من المغيرين ردت ان هي المفروض يكون قلقان من العرائس الطينيه اللي هي تقدر تصنعها في اي وقت. زانكا قال ان هو يقدر يتعامل مع خصوم ضعيفه زي دول وهو مغمض عينيه، وفجاه شغل عصايته وبدا يدمر العرائس الطينيه، بس الغازي استخبى وسط الدمى الطينيه وهاجمه من ورا. زانكا بالكاد قدر يرد على الهجوم دوت في الوقت المناسب واتخبط في عمود. الراجل رجع استخبى جوه عروسه طينيه،
والمغيرة قالت لزانكا إن هو المقاتل الوحيد في المجموعة اللي يقدر يحارب ضدها، وبمجرد ما هينهزم بقية المجموعة هتكون بلا دفاع. قالت إن هو هيتهزم قريب، بس فجأة زانكا زعق فيها وقال لها تسكت، بس طبعا هي ما عملتش كده، وقال لها ان هو ممكن ما يكونش عنده خبره في محاربه الناس، بس هو عارف اداته الحيويه احسن منهم بكتير، وقال ان دوت السبب اللي بيخليه يقدر يعمل حاجات هم ما يعرفوش يعملوها. والبنت فجاه هجمته وزانكا خبط عصايته جامد في الارض، ده عمل موجه صوتيه جريت في كل مكان، وقدر يحس بالتغيرات في الاهتزازات، والموجه الصوتيه عدت خلال العرايس الطينيه، ولما خبطت في العروسه اللي المغير مستخبي فيها قدر يشوفه على الفور، وبعدين انطلق بكل سرعته ناحيته وخبطه خبطه واحده قبل ما يخبط المغيره برضه، والاثنين فقدوا الوعي والعرايس الطينيه بتاعتها اتدمرت على الفور. وزانكا قال ان هم كانوا مجرد شويه مبتدئين، ومع ذلك فجاه قائد المغيرين ظهر وراه وقال انه المفروض يحارب حد اقوى لو هو مش راضي عنهم. في نفس الوقت رودو والناس اللي معاه فضلوا يجروا علشان يهربوا من الخطر. رودو بص وراه وما بقاش سامع اي حاجه، فابتدى يتساءل يا ترى زانكا عامل ايه. وفجاه الناس اللي مع رودو بيقفوا مره واحده فجاه علشان اخيرا وصلوا للمخرج بامان. جريز عرف يفتح الباب بالعافيه، ولما بص جوه فهم ان هم مش هيعرفوا يستخدموا الادوات بتاعتهم تحت، فقال للباقيين ان هم يطلعوا فوق ويتصلوا بالدعم. في الوقت دوت جريز قرر ان هو هيرجع يطمن على زانكا، بس قبل ما يمشي اتجمد في مكانه لما سمع صوت خطوات جايه ناحيته، فجريز على طول افتكر ان دوت زانكا راجع من المعركه، فنادى وسال اذا كانت اتأذى ولا لا، بس بدلا من ذلك طلع واحد من الغزاة شعره كيرلي اسمه جابر، ظهر من الضلمه وبص عليهم ببرود، وفضل يبص على وش رودو وجسمه شويه، وبعدين يتاكد ان هو الشخص المطلوب. وبعدها على طول جابر نط على الحيطه اللي ورا فريق الدعم وكسر المخرج بايديه وقفل طريق الهروب. لما التراب هدي جريز فهم ان الموضوع دوت مش كويس، وعدد الغزاة اكتر بكتير من اللي كان متوقعه. جابر اعترف ان هو كان نايم متاخر، بس حتى دوت ما كانش يخليه يتخيل ان هم في المده دي هيوصلوا لحد هنا. وجريز حاول ما يعرف منه مكان زانكا، بس جابر طنشه وفضل مركز مع رودو وقال له يجي معاه علشان في حد مهم قوي عاوز يقابله. بعدين قطع ماسك الغاز بتاع رودو وقال مفيش وحوش زباله هنا علشان تحتاج الماسك. فرودو زعق وغضب ساله ايه اللي حصل لزانكا، فجابر رد ان هو ما قتلوش بس خلاه يغمى عليه علشان هو بيفضل يهدي اللعب لما يلاقي اللي قدامه قوي، بس بيقول ان هو حقن زانكا بالسم بتاعه، فدلوقتي زانكا مرمي هناك مشلول. وبعد ما قال كده جابر استدعى اداته الحيويه وامر رودو ان هو يروح معاه. في اللحظه دي فريق الدعم شن هجوم جماعي بس جابر صدهم بسهوله. وبعدها جريز وقف قدام رودو وبكل شجاعه اعلن ان هو هيعمل اي حاجه علشان يحمي فريقه حتى لو دوت هيكلفه حياته. لما جابر سمع كده فهم ان جريز دوت واحد من فريق الدعم، وبالنسبه له الناس دي مش اكتر من شويه ضعاف بيعملوا نفسهم ابطال. بعدها جابر طلع اداته الحيويه وجهز نفسه علشان يضرب، ورودو صرخ في جريز علشان يبعد واصر ان هو يقدر يتعامل مع جابر بنفسه، فضل يزعق بس جريز ما ردش ورفض يتحرك. في اللحظه اللي بعدها جابر اعلن ببرود ان جريز ما بيردش علشان هو مات خلاص لانه طعنه في بطنه بمخالبه. عيون رودو اتفتحت من الخوف وسعت وبيشوف التعويذه بتاعه جريز ملطخه بالدم بتطير في الهواء. وفي مشهد بفلاش باك لما رودو كان لسه عايش في الارض العلويه، ريكتو كان لسه راجع البيت من يوم شغل طويل وشاف رودو بيخبط راسه في الحيطه، فريكتو اتخض وجري علشان يوقفه. لما عمل كده لاحظ ان جبهه رودو متغطيه بالدم ورودو وقع على الارض، وقال لريكتو انه علشان اتقال له ان هو ما يأذيش حد فهو بيعمل كده، وافتكر ان الافضل ان هو يأذي نفسه بدلا من الاخرين. لما ريكتو سمع دوت تنهد وقال بحزم ان دوت مش صح، وسأل رودو ايه اللي ممكن يكون وصله ان هو يعمل حاجه زي دي، بس رودو ما قدرش يديله اجابه. كل اللي قدر يوصفه هو احساس بالغضب طلع جواه، والغريب ان هو ما كانش فيه سبب واضح علشان يبقى غضبان. ريكتو وهو بيسمع بانتباه فهم ان رودو اقنع نفسه انه ملوش قيمه من ساعه ما اتساب وهو طفل، وريكتو تخيل ان الفراغ البائس دوت لازم يكون اتحول لغضب مع الوقت. مع الاخذ في الاعتبار دوت ريكتو وقف وقال لرودو ان هم لازم يخرجوا مع بعض بمجرد ما جروحه تتعالج. شرح ان احد الاسباب اللي مخليه رودو حاسس بالفراغ هو ان هو لسه ما لقاش الحاجه اللي بيحبها. في اليوم دوت ريكتو كان عاوزهم يخرجوا ويجربوا حاجات جديده مع بعض واحده واحده لحد ما رودو يقدر يكتشف ايه اللي بيخليه مبسوط. ومع مرور الوقت ريكتو قال اوضه رودو الفاضيه هتتملي بالحاجات اللي بيحبها، بس لما يجي اليوم اللي رودو عاوز يجيب فيه بنات معاه البيت ريكتو طلب منه ان هو يعرفه الاول. زي ما خططوا بالضبط قضوا فتره بعد الظهر وهم بيجربوا رياضات وانشطه مختلفه. في نهايه اليوم ريكتو اعترف انه في حين ان رودو اظهر شويه اهتمام الا ان هم لسه ما لقوش النشاط اللي عجبه بجد، ومع ذلك ريكتو فكروا ان دوت كان اول يوم فقط وهيبقى فيه ايام كتير علشان يستكشفوا. في اللحظه دي انتباه رودو اتغير لما شاف راجل بيرمي زبالته بطريقه صحيحه، فرودو جري على طول دور في صندوق الزباله وطلع حاجه، نزل على ركبه وابتدى يعيط وهو ماسك ماسك بيتبهدل شويه كان مرمي على الرغم من ان هو مش مكسور يعني. فريكتو ساله ايه اللي حصل، فرودو بيشرح انه في حين ان الماسك دوت متضرر شويه الا ان هو لسه فيه حياه وشغال. وريكتو لما بيشوف دوت فهم ان دوت اكتر من مجرد خيال بالنسبه لرودو، لانه بجد شايف قيمه الحاجات اللي الناس التانية بتعتبرها ملهاش قيمه. استعاده الذكرى الاساسيه دي دلوقتي ايقظت قوه رودو الحقيقيه، ولما بيمسك تعويذه جريز هاله حمراء انفجرت حواليه. جريز كان بيتفرج بصدمه وفهم ان ده السبب الحقيقي اللي خلى رودو ما كانش
قادر يستخدم اداته الحيويه في الماضي، لانه كان غلطان طول الوقت. قوة رودو مش في تحويل الأشياء لأدوات حيوية، وإنما في إبراز قيمتها الحقيقية والكاملة. وقدام عينيهم تعويذة جريز تحولت لكائن سحري عملاق بعين واحدة في النص تحت سيطرة رودو الكاملة. جابر كان مندهش قوي من المنظر لدرجة إن هو لعابه بدأ يسيل وما قدرش يكتم حماسه، وبفضول سأل رودو إذا كانت دي أداته الحيوية وإيه القوة اللي بتمتلكها. في اللحظة دي رودو بص لجريز وفهم إن جريز هو اللي ساعده يوقظ القوة دي عن طريق إن هو وجهه لاستعادة الذكرى الأساسية دي. رودو عارف إن لو جريز ما وضحش دوت كان هيفضل بيندفع بغباء، بس الامور اختلفت دلوقتي، واقسم ان هو هيثبت لجابر ان هو غلط وهيوريه ان اللي كان بيتريق عليه مالوش معنى. جابر على اي حال لقى ان غضب رودو دوت مثير، وبالنسبه له مفيش حاجه ممتعه اكتر من مواجهه خصم قوي. وبابتسامه جابر طلع مخالبه وقال ان هو عاوز يتسلى مع رودو شويه قبل ما يسحبه للمقر الرئيسي. في نفس الوقت بولو حاول يوقف النزيف من جرح جريز، بس بدا يتخض لما لقى نفسه مش ناجح في الموضوع ده. مع ذلك جريز طمنه وقال له بهدوء مفيش داعي للقلق وان هو هيكون كويس. والاهم من دوت جريز اعترف ان السبب اللي خلى رودو ما يعرفش يستخدم اداته الحيويه في مهمتهم اللي فاتت هو ان هو كان في مشاعر كتير طاغيه عليه في الوقت دوت، ودوت ضل الهدف الحقيقي. دلوقتي بعد ما رودو ادرك الهدف ده جريز كان متاكد ان مفيش حاجه يتخاف منها. في اللحظه دي جابر انقض على رودو، بس رودو تفادى الهجوم بسهوله، وعيون جابر وسعت بصدمه وقال ان دوت مش مسلي، وعلى طول اطلق وابل من الضربات الغاضبه. ومع ذلك رودو تفادى كل ضربه. جابر المذهول فهم ان مفيش ولا ضربه من ضرباته بتوصل. رودو بعد كده شرح ان جريز استخدم التعويذه بتاعته علشان يدعي لسلامه الكل، وفي المقابل هو ناوي يكرم الدعاء دوت باقوى دفاع ممكن عن طريق تجنب كل هجوم. ولما جابر سمع كده افترض ان قدره رودو نوع من القوه بتسمح ليه بتفادي الهجمات، بس رودو صحح له وقال له ان هو ما اتحركش ولا خطوه، وان في الواقع جابر هو اللي بيتم اجباره وتحريكه لمكان اخر في اخر لحظه قبل ان يضرب. وجابر ما كانش فاهم حاجه فاستعد تاني ومصمم ان هو يوجه ضربه قاضيه، بس قبل ما يقدر ان هو يوصل التعويذه اكتشفت حركاته العدوانيه وجمدته في الهواء وسابته مكشوف علشان ياخد لكمه رودو. رودو وجه لكمه مباشره على وشه، وبرغم ان جابر اتزحلق لورا الا ان هو فضل واقف على رجليه وفي دم نزل من مناخيره وحماسه زاد. واخيرا فهم قوه رودو ان قدره رودو هي ان هو بيستدعي الكائن السحري دوت وبيستخدم عينه علشان يتحكم في تدفق الحركه. ومن هنا كل اللي رودو محتاج يعمله هو ان هو يضرب على طول. ورودو فكر جابر بالكلام اللي قاله من شويه ان هو عاوز يلعب قبل ما يقبض عليه، وقال له ان هو هيكمل لعب لحد ما جابر يبقى مجرد كوم على الارض. فجابر حاول يعمل هجوم مفاجئ بعد كده، بس العين اكتشفته على طول وسمحت لرودو ان هو يوجه لكمه ثانيه. فجابر غير تكتيكاته وحاول يشتت عين التعويذه بالاندفاع بسرعه عاليه، حتى ان هو رمى كتل اسمنت تقيل على رودو كالهاء يعني قبل ما يحاول يضرب من ورا. بس مرة أخرى العين اكتشفته ورودو رد بضربة نظيفة. حتى مع تحول المعركة ضده جابر رفض التراجع وتقدم بكل سرعته وهاجم تاني وتاني، بس كان بيتم تعقبه بالعين في كل مرة، وفي كل مرة كانت لكمات رودو بتوصل بدقة مباشرة. في نقطة ما رودو وجه لكمة قوية خلت جابر يطير لورا لحد ما وقع على حيطة. جابر ضحك بهدوء واعترف ان هو بقاله كتير ما خدش ضرب مبرح كده. ومع ذلك قال ان هو اثناء القتال لاحظ حاجه مثيره للاهتمام في اسلوب قتال رودو. شرح ان اداه رودو الحيويه ما بتستجيبش غير للنيه العدوانيه اللي متوجهه ناحيته مباشره، والدليل ان هو في بدايه المعركه رمى قطعه من الاسمنت في الستار الدخاني، وفي اللحظه دي فهم ان اداه رودو الحيويه مش استجابت خالص علشان هي ما بتتفاعلش بالتهديدات اللي بتيجي من اشياء او اشخاص ما عندهمش اراده خاصه. رودو ما فهمش ليه التفصيله دي مهمه قوي كده، بس جابر ابتسم وكمل شرح وكشف ان مخالبه اليمنى بتحتوي على سم عصبي قوي جدا. بدون تردد جابر فجأة طعن نفسه بيها وبعدين انفجر في ضحك مجنون. فضل يضحك وهو بيهزأ رودو وبيقول له انه دلوقتي حقن نفسه بالسم العصبي وهيفقد السيطرة على عقله وجسمه قريب، ولما دوت يحصل عاوز يشوف ازاي أداة رودو الحيوية هتتعامل مع خصم بيهاجم من غير اي نيه واعيه على الاطلاق. جابر بيتحول للوضع الهائج وبيقف وهو لسه فاقد الوعي وبيطلع صرخه بتفجر طبل الودن. رودو بيبقى مش قادر غير ان هو يتفرج عليه بصدمه، وجابر فجأة بينطلق ناحيته وهو بيلف بسرعة وبيدمر كل حاجة في طريقه. رودو بيهرب بأعجوبة من الهجوم وبيبقى مش فاهم ازاي جابر لسه عنده القوة دي، وحتى وهو في الحالة دي فجأة بياخد باله ان فولو وجريس مش بعيد قوي عن مكانهم، ولو جابر لف ناحيتهم هيموتوا هما الاثنين. رودو بيجري في الاتجاه المعاكس علشان يبعدوا عنهم ونجح في ذلك، وجابر اللي في وضع الهائج بيهاجمه. رودو بيحاول يستخدم قوة التعويذ علشان يوقفه، بس دوت ما بيحصلش زي ما خطط، وبيضطر ان هو يصد الهجوم بنفسه قبل ما يرمي جابر الهائج بعيدا بحركه الجودو. وبالرغم ان هو كسر الارض الخرسانيه بدماغه جابر لسه متعصب وعينيه كلها دم زي الاول. رودو بيفكر ان خبره المعارك والاصرار ممكن تخلي الناس تعمل حاجات ما تتخيلهاش، بس فكره تانية بتخطر في باله، وبيفتكر ان جابر ممكن يكون مازوخي، وبيفتكر الوقت اللي كان بيتضرب فيه من الاطفال المتنمرين لما كانوا بيلعبوا، بس ما كانش بيرد عليهم لان ريكتو قال له ما يعملش كده. فالولاد سالوه اذا كان مازوخي بس ما كانش عارف معناها ساعتها، فلما راح البيت وسال ريكتو عنها عرف معناها، ودلوقتي هو عارف ان المازوخيين هم ناس مجانين بينبسطوا بالالم، وبيفكر ان لو جابر فعلا منهم فمش هيبقى عارف ازاي يوقفه. على العموم
جابر بيهجم عليه بغضب اعمى، ورودو بيبقى مش قادر ان هو يحاول يتفادى هجماته وبيفضل يجري لورا وهو بيصد ويتجنب الهجمات. بس جابر اقوى منه بكتير وبيقدر ان هو يتخطى دفاعاته. بس في اللحظه اللي مخالبه كانت هتقطعه، عصايه زانكا بتطير هناك وبتثبته في الارض. رودو بيعرف العصايه وساعتها زانكا بيوصل هناك وبيبقى بالعافيه واقف على رجله، بس مصمم ان هو ينتقم من الوغد اللي ساب معركتهم من غير ما يهزمه بالكامل. رودو بيساله اذا كان اصلا في حاله تسمح له بالقتال، بس زانكا بيقول له ما يستهونش بيه. وبعدين بياخد باله من الاداه المهمه اللي رودو بيستخدمها، بيقول له انه اخيرا شكله فهم ازاي يستخدمها. رودو بيرد وبيقول له ان هي مش بتساعد خالص دلوقتي لانها مش قادره تصد هجمات جابر في حالته المجنونه دي. فزانكا بيفهم ان الاداه دي بتتفاعل مع النيه عدوانيه، ورودو بيتفاجئ ان هو اكتشف دوت بسرعه. فزانكا بيقول ان هو لما كان بيحاول يوصل لهنا شافه بيحارب من بعيد وقرر يفهم طريقه قتاله لان دوت هيساعده في تعليمه بعدين. زانكا بيقول ان بما ان رودو مش قادر يحارب باداته المهمه وهو مش قادر يتحرك كويس بسبب السم، فما عندهمش طريقه يهزموا بيها جابر، بس هو عنده فكره وبيطلب من رودو ان هو يخليه يضربه مره واحده فقط. رودو بيتصدم من الاقتراح دوت، بس زانكا بيشرح له انه بما ان هو مش قادر يتحرك كويس فأداة رودو ممكن تكتشف نيته العدوانية وتنقله للمكان اللي هو عاوز يروحه، وبكده هيقدر يوصل لجابر ويهزمه لأن رودو ما عندوش اختيار إن هو يهاجمه أصلا. فرودو بيسأله إيه اللي هيحصل لو الأداة ما تفعلتش، فزانكا بيقول له إنه لازم يثبت ويتحمل الضربة في الحالة دي. في اللحظة دي جابر بيفوق وهما الاتنين بيجهزوا لمواجهته، بيهجم عليهم وبيقطع العمود اللي كانوا واقفين جنبه، بس هما الاتنين بينجوا بأمان. وزانكا بيقول لرودو ما يسمحش لمخالبه حتى ان هي تلمسه لان دوت هيشل حركته بسرعه. زانكا بيتهور وبيقرر ان هو يهاجم رودو علشان يتنقل، ولحسن الحظ الطلاسم بتشتغل زي ما كان متوقع بالضبط وبتنقله على طول ناحيه جابر وبتخليه يضربه وبتبعده كمان. زانكا بينبهر بدوت، بس رودو بيتغاظ منه لان بما ان الطلاسم صدت الهجوم فده معناه ان زانكا هاجمه بنيه عدوانيه، بس زانكا بيدعي ان دوت كان اختبار فقط. وبعدين زانكا بيرجع لرودو وبيقول ان هما ممكن يشتغلوا مع بعض كفريق، وبياخد وضع علشان يضربه تاني، وفي نفس الوقت جابر بيقوم من مكانه وبينطلق ناحيتهم. وبعدين زانكا بيهاجم رودو وقدره رودو بترسل زانكا للامام. مره تانية بيقرب من جابر وبينزل عليه ضربه مدمره. زانكا بيتفاجئ ان رودو بيقدر يسيطر على الطلاسم بالشكل دوت وكمان بيقدر يرسله لمسافه كبيره. بعد كده بيهاجم رودو تاني ورودو بيرسله ناحيه جابر مره اخرى، وبفضل سيطره رودو زانكا بيضربه بمجموعه ضربات قاتله بترجعه لوعيه. ولما جابر بيشوف زانكا قدامه بينبسط شويه، بس اللي بيحسه بعد كده هو عصايه زانكا بتنزل على دماغه وبتوقعه خالص المره دي. ولما زانكا بينزل على رجليه بعد كده بيترنح وبيقع على الارض وبيفكر ان هم كده كسبوا المعركه، ورودو بيرتاح شويه هو كمان، ودوت بيخلي الطلاسم تتوقف وفجاه بتتحول لتراب وبتتفتت زي ما سانوس عمل في الشعب والعالم كله. ورودو بيتخض وبيحاول ينقذ الطلاسم لانها بتاعت جريس، بس مش بيقدر يعمل حاجه غير ان هو يتفرج عليها وهي بتتبخر وبتبدا تجيله نوبه هلع. وزانكا بيتساءل اذا كانت الطلاسم اتدمرت بسبب قدره رودو ولا ايه، ولا في حاجه تانية بتحصل. رودو مع ذلك بيلوم نفسه وفجاه بتجيله حاله انهيار عصبي بتحول وتشل جسمه وبتخليه يقع على الارض وبيتلوى زي السمكه اللي بتطلع من الميه. زانكا بيشوف علامات المخالب على ظهر رودو وبيعرف ان رودو اتضرب من جابر من غير ما حد فيهم يعرف. في اللحظه دي بياخد باله ان جابر بيلعب بمخالبه الشمال وفجاه بيقف تاني وكانه لسه صاحي وبيبص حواليه وبيقول ان هو اكيد عمل شغل جامد وهو فاقد الوعي. وبعدين بيتجه ناحيه رودو وزانكا بيقول له يقف، بيساله ازاي بتتحرك بالرغم انك اخدت ضربات كتير. وجابر بيقف علشان يرغي عن قدراته وبيقول ان مخالبه الشمال فيها مسكن قوي للالم بيشيل عنه الوجع وبيقدر يرجع يشتغل ويتحرك تاني بطريقه عاديه. وبعدين بيقول ان سم مخالبه اليمين غالبا هيشتغل على زانكا لمده 30 دقيقه، فبيقرر ان هو يديله جرعه تانيه علشان يتاكد انه ما يتدخلش في طريقه. زانكا بيبقى عاجز وجابر بيطعنه وبيسيبه يتلوى على الارض. وبعدين بيروح لرودو اللي لسه بيتشنج وبياخده علشان يوديه لقاعدته. زانكا بيبقى مش قادر حتى ان هو يزعق فيه علشان يوقفه المره دي، ومش قادر غير ان هو يتفرج على رودو وهو بيتاخد في صمت. في نفس الوقت جابر مبسوط ان هو كمل مهمته ومش فارق معاه زملائه الاثنين اللي مرميين في المبنى. ورودو لسه واعي بالرغم من ان هو مش قادر يتحرك وبيلوم نفسه ان هو عرض حياه الكل للخطر. في اللحظه دي جابر بينط من الفتحه اللي في السقف اللي عملها زمايله، بس بدل ما يكون جوه المبنى بيلاقي نفسه بره وبيفكر ان دوت مش ممكن لان هو فاكر الخريطه كويس. في اللحظه دي بيشوف ريو هناك مستنياه وانجن معاها كمان، وجابر بيكتشف دوت لما بيتضرب في بطنه بالشمسيه بتاعته وبيخبط في الحيطه بقوه رهيبه. بالعافيه بيفضل صاحي بالرغم من دوت. بياخد باله ان انجن معاه منظفين شكلهم مرعب، واتضح ان الداعمين اللي هربوا في الاول طلبوا الدعم وانجن وناس تانية كانوا قريبين كفايه علشان يوصلوا في الوقت المناسب. واحد من الداعمين قلقان ان جريس وناس تانية ممكن يكونوا ماتوا، بس انجن بياكد لهم ان هم اقوياء ومش هيموتوا بسهوله وبيطلب منها ان هي تاخد فريق وتروح تنقذهم. في الوقت دوت جابر بيبدا يصرخ وبيقول ان هم شكلهم اقوياء قوي وهو مش في حاله تسمح له بالقتال، ومجرد التفكير في ان هو عاجز بالشكل دوت بيثيره. وانجن بيتصدم لما يعرف ان رودو كان بيحارب المازوخي دوت طوال الوقت. ريو بتقول ان رودو شكله احسن مما كانت متوقعه، والمنظفين التانيين رودو بيصعب عليهم وبيقولوا انه شكله اسوء بكثير مما كانوا فاكرين. الراجل الكبير بيتعصب وبيقول انه شيء غير قابل للتسامح ان حد يحاول يأذي
واحد من زملائهم، بس الراجل التاني بيقول له يسكت لانه صوته مزعج. بعد كده انجن بيقول لجابر ان هم هياخدوه في الحجز علشان يستجوبوه، بيسالوا اذا كان فاكر بجد ان هو هيقدر يبهدل الموظفين وبعدين يرجع للخن بتاعه اللي طلع منه. فجابر بيتحمس اكتر لما بيسمع دوت، وبيسال اذا كانوا هيحبسوه في سجن مدى الحياه، وبالتالي هناك لازم يلاقي خطه علشان يهرب لوحده. بيقوم بيقول ان هو عارف انه هيخسر، بس هو عنده اوامر ان هو يرجع برودو، مش هيرجع وهو وشه في الارض حتى لو مات في العمليه. بيوقظ اسلحته تاني، بس في اللحظه اللي هيهجم فيها حد بيحضنه من ورا وبيقول له يتوقف. جابر بيعرف الوضعيه بتاعه واحده من زملائه وبيقول لها تسيبه لان هو لسه عنده مهمه لازم يكملها، بس هي بتقول له ان الوقت خلص ومش قادرين يعملوا حاجه لان الموظفين وصلوا. بس جابر بيبقى لسه مصمم ان هو يخلص مهمته، فالبنت بتقول له ان الزعيم كان عنده ابتسامه كبيره قوي على وشه. فجابر بيتوقف فجاه لما بيسمع دوت، والبنت بتشدد قبضتها عليه علشان تمسكه، وفي النهايه بيقرر ان هو يسمع كلامها ويرجع البيت. لما بيبعد فتحه المجاري السحريه في الحيطه اللي وراه بتظهر، وجابر بيقول للكل ان هو لازم يمشي دلوقتي، وبيطلب منهم يسلموا على رودو لانه اكيد فقد الوعي بسبب السم بتاعه دلوقتي. بس رودو بيتضح ان هو لسه واعي ويستخدم كل قوته علشان يقوم ويقول لجابر انه يتوقف لان معركتهم لسه ما خلصتش. فجابر بينبهر باصراره، ورودو بيقول له ان هو هيرد له اللي عمله في جريس وناس تانية. وجابر بيفرح لما بيسمع دوت، وبيقول ان هم هيحاربوا بعض مره تانية. بس بعدين بياخد باله من قفازات رودو والتصميم المميز عليها، وبيقول بحماس ان زعيمهم هيفرح لما يعرف ان رودو معاه حاجه من السلسله الخاصه كمان. وبعدين بيدخل الفتحه بعد زميلته، واول ما بيحط غطا المجاري الفتحه بتختفي والكل بيتفاجئ. بعدين زانكا وناس تانيين بيتم انقاذهم من المبنى، والسم بيروح من جسم رودو كمان، وبيروح بسرعه لجريس وبيلاقيه لسه عايش بالرغم من فقدانه دم كتير. رودو بيعتذر له ان هو بوظ الطلسم بتاعه، وجريس بيقول ان هو كان بيحبها قوي. رودو كان على وشك ان هو يغرق في الذنب، بس بعدين جريس بيقول له انه لو الطلاسم بتاعته ساعدته فدوت احسن استخدام ليها، ومع دوت اخر اجزاء الطلاسم بتطير هي كمان. رودو بيبقى مش متاكد من احساسه في اللحظه دي. بعد كده في نفس اليوم رجعوا كلهم للمقر، بس رودو قعد لوحده على جنبه لسه متضايق قوي من اللي حصل. انجن راح قعد جنبه وساله ليه شكله زعلان قوي كده، وذكره ان هو سمع انه اخيرا عرف يستخدم اداته الحيويه ومدحه على ذلك. بس بدل ما يفرح، رودو فضفض عن احباطه وقال ان هو متضايق بسبب اللي عمله جابر في جريس، وانه لما كان في الارض اللي في السماء ما قدرش يحمي الشخص اللي انقذه، ودلوقتي حتى هنا نفس الحاجه حصلت تاني. كل مره بيفتكر ان هو اتغير واخيرا تقدم للامام، لكن بينتهي به الامر بالفشل مره اخرى، وبدا يتساءل اذا كان دوت مقدر ليه ان هو يكون فاشل طول حياته. انجن قال له ان جريس كان عارف هو داخل على ايه لما بقى منظف، دوت نوع الشخص اللي بيخاطر بحياته علشان فريقه من غير تردد. وشرح ان جريس ما حماش رودو لمجرد ان هو كان موجود هناك، لكن لانه شافه كروح قريبه منه، شخص يقدر الاشياء والناس بنفس الطريقه. بعدين انجن شجع رودو ان هو يدخل جوه ويشوف جريس. رودو دخل وكان متوقع ان هو يشوف جثه جريس، بس اتجمد من الصدمه لما شاف جريس عايش. انجن ودوم طبطبوا على راسه وفهموا ان زعله اللي فات كان بسبب ان دوت كان فاكر ان جريس مات. جريس قال لهم ان هم المفروض ما يحسبوهوش بره اللعبه لانه لسه عايش وبيتحرك. رودو بقى مش قادر يفهم لانه شاف جريس خد مخلب في صدره، والمفروض كان ان هو يبقى ميت كاي انسان طبيعي. فجريس شرح ان هو نجا بفضل الفريق الطبي للمنظفين، وقدم البنت اللي انقذته عائشه، المنقذه الوحيده بين المنظفين اللي عندها القدره على الشفاء. كل العيون اتجهت ناحيتها وهي بتوتر حاولت تقلل من دورها، وقالت ان هي عاده مش مفيده، ويا دوب صدفت المره دي وانقذته. رودو اتصدم من تواضعها، بس انجن شرح ان عائشه خجوله جدا. جريس مع ذلك ممتن بجد وشكرها على انقاذ حياته، وشكر كمان فالو على سحبه من هيجان جابر. جريس زي الاخ الاكبر لفالو، فالكلام دوت اثر فيه جامد. فالو انهار وعيط وحضنه جامد. جريس بعدين توجه لرودو وشكره على ادائه في المعركه، حتى ضد واحد قوي زي جابر رودو قدر ان هو يصمد ويشتغل مع زانكا. وفوق ده كله جريس مبسوط ان التميمه اللي تعب قوي في الحفاظ عليها طلعت مفيده لرودو. انجن بعد كده جاب الموضوع من منظور اوسع واشار لان الغزاة باين عليهم ان هم قاصدين يتقاتلوا مع المنظفين دلوقتي، ودوت معناه ان اعدائهم ما بقوش مجرد وحوش زباله فقط. بس في شويه اخبار كويسه ان هم حصلوا على معلومات جديده. اثناء المعركه واحد من الغزاة ذكر حاجه اسمها الحدود. في اللحظه دي واحد دخل وبيقول ان دوت معناه ان الغزاة بيدوروا في الابحاث عن المجال. انجن ناداه وقال له يا ريس، ولما رودو سمع دوت تصلب وفهم ان دوت اكيد قائد الموظفين. الراجل قرب من رودو واعتذر له على ان هو ما كانش موجود علشان يرحب بيه في اول يوم ليه، وبعدين ادب نفسه ان اسمه كورفوس قائد الموظفين. كورفوس اعترف انه في الاول كان فاكر ان رودو هيقعد مؤقتا علشان يجمع المعلومات فقط، وكان ساعتها هيمشيه، بس بعد ما شاف ازاي رودو ارتبط بالموظفين وحتى خاطر بحياته علشان يحميهم، كورفوس مؤمن ان عنده قوه خاصه ممكن تكون قيمه لقضيتهم. من غير اي شكوى كورفوس رحب رسميا برودو كمنظم، وقال له يجي مكتبه وهناك هيديله الزي الجديد بتاعه ويشاركوا حاجه مهمه. وفي مكتبه كورفوس شرح ان الحدود دي مساحه بتقع بين المجال والسطح، وبيتقال ان اي حد بيحاول بعديها بيموت في المحاوله. بس في اشاعه غريبه على ما يبدو ان ست عايشه في منطقه قريبه من جنب الحدود، وفي مره مسافر تاه هناك وهي ساعدته. ولما سالها ليه عايشه في مكان خطر زي دوت،
جاوبت وقالت انا عايشه هنا علشان اشوف الناس اللي بتقع من فوق، والاغرب ان هي قالت ان شويه منهم بيروحوا ويجوا من غير ما يموتوا، ودوت بيخلي كورفوس يؤمن ان هو ممكن فعلا الناس تقدر تعدي الحدود وهي عايشه. رودو فهم ان دوت معناه انه لو قدر يلاقي واحد من الناس اللي الست دي شافتهم ممكن يعرف ازاي يوصل للمجال، ممكن حتى يكتشف ازاي هو نفسه قدر ينجو من الوقوع هنا. كورفوس اكد له دوت وسال رودو اذا كان ناوي يقعد ولا يمشي. رودو جاوب بعزيمه ان هو اكيد هيتحرك. في اللحظه دي انجن دخل وعلق ان رودو شكله جامد قوي في زي المنظفين. بعد فتره رودو متجه لمنطقه الفاصل علشان يدور على الست الغامضه اللي كورفوز حكى له عنها، بس فالو بيحاول يوقفه بيأس وحذره انه مش المفروض يروح هناك دلوقتي. محاوله فالو علشان يوقفه ملهاش لازمه. رودو جر فالو على الارض من غير ما يحاول حتى، وساب فالو مصدوم من قوته الرهيبه. عيون رودو احمرت بغضب وهو بيعلن ان الذهاب لمنطقه الفاصل هي الطريقه الوحيده اللي ممكن يلاقي بيها خيط يوصله ازاي يرجع للمكان بتاعه. بس في اللحظه اللي انجن نادى عليه رودو اتجمد. انجن حذره انه مش هيقدر يندفع في مكان خطر زي دوت من غير اي استعداد. صحيح كويس ان رودو اخيرا قدر يستخدم قوته، بس هو لسه ما فهمش حدودها او نقاط ضعفها. الاندفاع لمنطقه زي الفاصل بشكل اعمى يعتبر حكم بالاعدام. علشان كده انجن قالوا ان هو هيروح معاه، علشان مش بس هيقدر يحافظ على رودو عايش، لكن كمان هيديله فرصه ان هو يدرس اي غزاة هيقابلوهم. لما رودو سمع دوت سأل ازاي الغزاة اصلا بيقدروا ان هما يبقوا مانحين. فانجن شرح ان مش كل الناس عندها قلب طيب، في ناس بتبان طيبة بس بتعامل الاشياء كزبالة، في حين ان في ناس شكلها قاسي بس في الحقيقة بتعتني بالاشياء كويس. وبعبارة اخرى الاخلاق ملهاش علاقة بمين يقدر يبقى مانح. رودو فهم انه كان فاهم غلط لما افترض ان الناس الوحشه عمرها ما اهتمت بالاشياء، حتى مع ذلك مش قادر يخفي الكره اللي حاسس بيه ناحيه الغزاة. لما التوتر هدي انجن مشي وقال رودو انه على الاقل يرتاح الليله دي. كانت ايام قليله كلها فوضى وهو محتاج للراحه. رودو راح اوضته ونام على سريره وفضل باصص للسقف. انجن قال له يسترخي بس هو مش عارف ازاي لانه مش متعود ينام كتير، وجزء منه بيتمنى فقط ان هو يقدر يروح ينبش في الزباله دلوقتي. في اللحظه دي ريو اقتحمت الاوضه واعلنت ان هي هتوريه المقر بما ان هو بقى منظف رسمي، وادت له جوله سريعه في اكتر الاماكن شعبيه في المبنى. وعلى طول الطريق سالته عن الاكل فوق في ارض السماء. فرودو قال ان هو يا دوب كان بياكل حاجات اساسيه زي العيش والشرب. ريو بعدين سالته اذا كان عمره اكل حلويات، والسؤال ده خلى رودو يرتعش. الحلويات في المجال كانت نادره لدرجه ان الاغنياء بس اللي كانوا بيقدروا يشتروها. فريو ضحكت وقالت له ان هم عندهم حلويات هنا كتير في المقر. رودو اتخض لما ورته مخزن الحلويات الضخم اللي بيحتفظ بيه الموظفين. انجن شرح ان الحلويات هنا اكثر شعبيه من المخدرات، وبينما رودو بيقدر ياكل منها حذره علشان ما يدمنهش عليها. بس في الثانيه اللي رودو اكل فيها قضمه اتصدم من الطعم وقعد ياكل بالكميات لحد ما كان هيخلص على الكومه كلها. انجن حذره ان هو هيتخن، بس رودو ما اهتمش لانه عمره ما داق حاجه بالطعامه دي في حياته، وهو لسه بيحشي وشه. دير قرب منه وفضل يبص عليه ببرود. رودو افترض ان دير متضايق منه علشان بيحتكر الحلويات، فقدم له واحده بادب. دير خطفها في ساعتها وحطها في بقه. التوتر زاد وشكله ان خناقه هتقوم، بس برو سحب دير لورا قبل ما الامور تسوء. في الوقت نفسه زانكا كان ماشي في الممر لما شاف واحد تخين بيتخرج وطالع من اوضه، وافترض ان هو متسلل، فنادى على الدعم لحد ما فهم ان هو رودو اللي بقى تخين قوي من كتر ما اكل حلويات. في وقت لاحق من اليوم دوت رودو رجع لطبيعته وبره كان بيتمرن بقوته، بس مفيش حاجه رضت تشتغل. انجن ضحك وبيعايره ان رودو اكيد اكل حلويات كتير لدرجه ان هو نسي ازاي يستخدم قوته. رودو اصر ان هو فاكر الاحساس بس مهما حاول مفيش حاجه بتحصل. في اللحظه دي زانكا دخل في الموضوع وبيقول ان رودو بيحب يصلح الحاجات المتروكه، فاقترح ان هو ممكن رودو محتاج زباله فعليه قريبه منه علشان يفعل قدرته. علشان يجربه زانكا رمى كومه زباله قدامه وقال له يشوف اذا كان في حاجه مفيده ليه. رودو فتش فيها ومسك حته عشوائيه، والمره دي لما حاول يستخدم قوته اشتغلت. الزباله اتحولت لآلة حيويه قدام عينيهم. انجن شاف دوت وفهم ان زانكا كان عنده حق وشكره وسماه بالمدرب الكويس بجد. فزانكا وشه احمر من الاطراء بس استعاد هدوءه بسرعه. واختبار رودو اللي جاي هو ان هو يشوف اذا كان يقدر يعمل اسلحه متعدده في نفس الوقت، وزي ما زانكا توقع قدر يعملها بسهوله. بس بعدها على طول رودو وقع على الارض ونزيف خرج من مناخيره لان جسمه مش قادر يواكب الاجهاد الناتج عن انتاج ادوات كتيره في وقت واحد. انجن بقى شاكك ان دوت كمان بسبب الجوده الرهيبه لجوانتيات رودو. ومن باب الفضول رودو ساله يعني ايه. انجن شرح ان كل ما الشيء بيتم مراعاته اكثر كل ما بيكون اقوى اكثر، والعمليه دي اسمها تحسين جوده الاداء. بس في المعركه الجوده لوحدها مش كل حاجه، خبره المستخدم وعقليته مهمين بنفس القدر. زانكا هز راسه وقال ان بما ان رودو بيرعى الجوانتيات ديت من طفولته فان جودتها اكيد عاليه قوي بالفعل، ومع ذلك بيتساءل اذا كان دوت لوحده ممكن يوصل جسم رودو للمرحله دي، او اذا كان يمكن السلسله اللي جابر ذكرها ليها علاقه بالموضوع. في الوقت نفسه رودو بيبص على الارض والدم بينزل من مناخيره، وبدا يفكر ليه الاله الحيويه اللي عملها من تميم الجريس اتدمرت في الاخر، لان الاسلحه اللي لسه عاملها كويسه تماما، حتى لما بتبدل بينها بتفضل سليمه. وبيعتقد ان دوت ممكن يكون
ليها وقت محدد. ريو بعدين اتكلمت واقترحت ان التميمه اختفت فقط لانها ادت مهمتها. زانكا وافق وقال ان هي اتدمرت فقط بعد ما المعركه خلصت، يعني لما رودو حس بالامان تاني. انجن ايد الفكره دي وقال يمكن دي قوه رودو الحقيقيه، ان هو يستخلص القيمه الكامله من الحاجات المكسوره او المتروكه ويخليهم يؤدوا مهمتهم وبعدين يريحهم. رودو ما دمرش تميمه جريس بتحويلها لسلاح، هو سمح لها ان هي توصل لاقصى امكانياتها، ومجرد ما ادت دورها في الحمايه اختفت بشكل طبيعي. لما رودو سمع اخيرا فهم ان قوته ما بتتعلقش بتدمير الاشياء، وانما بتتعلق بالوصول لاقصى امكانياتهم. وبرضه ريو مش قادره تتجاهل كلام جابر عن ان جوانتيات رودو جزء من حاجه اسمها السلسله، ممكن يكون في حاجات تانية زيها موجوده. فجاه جالها فكره وسالت رودو اذا كان جوانتياته ليها اسم معين، فرودو شكله بقى مستغرب من السؤال. فريو شرحت ان لما بتحب حاجه بجد عاده بتديها اسم علشان تبقى مميزه. رودو اعترف ان هو عمره ما فكر يسمي الجوانتيات. انجن اقترح ان هو يعمل كده دلوقتي. في الوقت نفسه في مكان آخر جابر وزميله رجعوا للقاعدة علشان يعملوا تقرير، وهناك لو رئيسهم قاعد لوحده على حافة الأرض. فالرئيس كشف عن حاجة صادمة، إن جوانتيات رودو جزء من المعروف باسم سلسلة المراقب. في وقت لاحق من تلك الليلة رودو كان بيغسل القفازات بتاعته، ولما طلع من الحمام اتصدم لما لقى ريو نايم على سريره. رودو اتفاجأ جدا وسألها هي بتعمل ايه هنا، فريو ردت وقالت ان اوضتها فوق على طول، فكانت سامعاه بيتأوه وبيئن، فقلت عليه واستخدمت الشبابيك علشان تدخل اوضته. رودو فهم الموقف دلوقتي، وريو سألته اذا كان بيتألم بسبب الجروح اللي في ايده اللي شكلها وحش قوي، فخبى ايديه منها على طول وقال لها ان هي بتوجعه اقل بكتير لما بيلبس القفازات بتاعته، بس لازم يغسلها من وقت للتاني. فريو سألته ايه سبب الجروح دي لان شكلها اسوأ من الحرق. رودو قال لها ان هي محتاجه تسأل اهله كلهم عن الموضوع ده. ريو فهمت قصده وقالت ان الاهل بيدونا حاجات كتير والصدمات النفسيه بتكون اول حاجه في القائمه. تاني يوم انجن اخد رودو علشان يشوف الرئيس، اللي قال انه بما ان فيه وقت علشان يجهزوا وشه بالكامل فانجن يكمل بقيه التحضيرات. رودو اتلخبط من الكلام دوت، وانجن قال له ان الوش بالكامل دوت بيشير للقناع اللي كل الموظفين لازم يلبسوه لما بيدخلوا ارض الوحوش. طلع القناع بتاعه علشان يوريه لرودو، وبعدين قال ان في فنان من ضمنهم بيعمل الاقنعه دي، بس هو شخص غريب عنده فرط حركه ونقص انتباه شديد، فما بيقدرش يشتغل لو حد جاب سيره الموعد النهائي قدامه. دلوقتي هو شغال على قناع رودو والظاهر ان هو هياخد وقت. كورفوس قال ان في الوقت دوت هيكملوا التحضيرات عن طريق ان هم يعملوا تعويذه على رودو، ودوت لخبطه اكتر. فموظفه الاستقبال مامي وضحت ان في حاجات كتير مش اكيده في مناطق القمامه، وعلشان يتاكدوا ان الموظفين محظوظين كفايه علشان يتجنبوها في فنان تاني بيرسم تعويذه حمايه عليهم. الرئيس سمح له يرسم اي حاجه هو عايزها، فهو ساعات بيرسم حوالين المقر بس شكله مشغول في مدينه تانيه في الفتره الاخيره. انجن قال ان هو رايح مدينه اللوحات علشان يدور على الرسام وهياخد معاه فريق كامل. الفريق بيتضمن زانكا وريو وكمان جريس وفولو مع شويه ناس من طاقم انجن، وقدمهم كلهم واحد واحد لرودو، وقال ان هم عاده بياخدوا 5 داعمين معاهم، بس بما ان الارض الموحشه اخطر هياخدوا 3 فقط من الداعمين النخبه، وهيزودوا عدد المانحين بدلا من ذلك. في اللحظه دي الراجل الكبير اللي اسمه ديلمان جه ليهم، ورودو حس بالرهبه من حجمه. ديلمان فجاه بدا يزعق في وش رودو، وقال ان هو سمع قصه حياته ومستاء ان الناس في المجال بيميزوا بين البشر، وقال ان هو بيحب الناس المتحمسه زي رودو وحاول يضمه لمجموعته. بس في اللحظه دي شريكه تامسي جه هناك ومنعه، وقال له ان بما ان انجن ضم رودو بالفعل لفصيله ما ينفعش يحاولوا يسرقوه. في اللحظه دي انجن انضم للمعركه وطلب من ديلمان ان هو يعمل واحد من خطاباته المتحمسه المشهوره، فديلمان جز على اسنانه وزانكا سد ودانه في الوقت المناسب قبل ما العملاق يبدا خطاب عن ان هم عمرهم ما هيستسلموا بالرغم من التحديات اللي بيواجهوها. حماسه كان معدي، وبعد ما كان رودو متلخبط لمده دقيقه حتى هو كمان انضم للناس التانيه اللي بتزعق. بس بمجرد ما ركبوا العربيه علشان يروحوا مدينه اللوحات الكل سكت. بعد شويه وجهتهم ظهرت قدامهم، ورودو اتسعر بمنظرها لانها شكلها زي مشروع فني حتى من بعيد. بمجرد ما وصلوا لبوابه المدينه رودو لاحظ ان كل الجدران عليها رسومات جرافيك، بس كان فضوله اكبر تجاه الهيكل اللي عامل زي القبه. تامسي قال له ان معظم المدن بيكون عندها نوع من القبه علشان تحميها من الزباله اللي بتقع بين اهل السماء لانها كافيه لقتل الناس. رودو حس بالذنب بسبب دوت، بس تامسي قال له ما يحسش بالذنب لان دوت ذنب الناس اللي بترمي الزباله فوق. في نفس الوقت 2 رجال عند البوابه كانوا بيحاولوا يدخلوا المدينه، بس اكتشفوا ان هم مش قادرين يدخلوا البوابه بالرغم من ان هي مفتوحه على الاخر، وفضلوا يخبطوا في حيطه غير مرئيه. بس بعدها انجن ومجموعته عدوا من البوابه عادي. الاثنين اتفاجئوا من دوت، ورودو كمان كان مندهش، بس انجن قال له يمشي من البوابه عادي لانه لو ما عندوش نوايا شريره في دماغه البوابه مش هتمنعه. رودو دخل البوابه على طول وادرك ان الاثنين رجاله اللي كانوا بيتخانقوا بره دول كانوا نوع من البلطجيه. وعلى اي حال بمجرد ما دخلوا المدينه رودو لقى رسومات جرافيتي اكتر وعلب دهان فاضيه منتشره في كل مكان. انجن قال له ان في ناس كتير على الارض بتحب الرسم، بس معظم الناس مش بتحترم فنهم. في اشاعات ان مدينه اللوحات اتعملت علشان الفنانين يقدروا يرسموا في اي مكان هم عايزينه. رودو سال اذا كانوا هنا علشان يتفرجوا على الرسومات دي، فانجن قال له ان هم هنا علشان يدوروا على المانح اللي بيقدر يعمل تعويذات حمايه على اي حاجه باستخدام فنه. فرودو اندهش من الكلام دوت، وانجن اداله مثال
وقال له ان لو المانح عاوز يحمي حيطه من هجمه واحده بيقدر ان هو يوجه مشاعره لاداته الحيويه وبعدين يحولها لسحر عن طريق الرسم على الحيطه. وبعدين قال ان الاثنين اللي كانوا بره ما قدروش يدخلوا المدينه لان المانح رسم تعويذه بتمنع الناس اللي بتخطط لحاجات وحشه من دخول المدينه. فرودو قال ان قوته شكلها مجنونه قوي، وانجن علق ان اداته الحيويه نادره جدا، وحاول يشرح له ان المانح ورث الاداه الحيويه ديت من شخص ما. بس فجاه طفل كان بيجري خبط فيه ووقع على الارض. انجن حاول يساعد الطفل يقوم بس الطفل بدا يعيط وبعدين جري. انجن اتصدم من اللي حصل وريو بدات تتريق عليه علشان خلى الطفل يعيط. في اللحظه دي عمده المدينه وصل هناك كمان، وانجن فرح لما شافه وقال له ان هم هنا علشان يشوفوا صاحبهم جوب لان عندهم شغل ليه، وساله فين شغال دلوقتي. بس العمده قال له بقلب حزين ان جوب مات النهارده الصبح. العمده بعدين خد الكل بيت جوب وقال ان هو مات بسبب تلوث الجسم لانه ما كانش راضي بالرسم في المدينه فقط وراح المنطقه الملوثه عشان يرسم كمان. والعمده متاكد ان جوب بينسى القناع بتاعه كتير وهو بيرسم، ونتيجه لذلك الهواء المميت دمر جسمه من جوه. انجل اتدمر بالخبر دوت وقدم احترامه لصاحبه الميت. رودو افتكر ان هو شاف جوب بيرسم حيطه المقر مره قبل كده، وانجل اتكلم عنه كويس قوي وقتها وقال ان هو راجل عمره ما بيتشتت عن اللي هو عاوز يعمله. ده خلى رودو يتهز وهو بيحاول يستوعب موت جوب، بس تامسي طلب منه ما يكونش متاثر قوي لان ناس كتير على السطح بتموت بسبب تلوث الجسم. العمده قال ان جوب كان قرر مين هيكون خليفته قبل ما يموت، وهو الطفل اللي اسمه ريملين اللي انجن خبط فيه قبل كده. واتكلم عن ان صناع التعويذات بيتم اختيارهم من حامل الفرشاه السابق وبيتحولوا لمانحين بمجرد ما بيستلموا الفرشاه. بس هو شايف ان المسؤوليه كبيره قوي على ريملين الصغيره لان صانع التعويذات بيكون زي ممثل المدينه بتاعتهم. رودو اتصدم لما عرف دوت، بس فولو وتامسي قالوا له ان توريث اداه حيويه حاجه نادره قوي بس منطقيه بما ان قوه الاداه الحيويه اتفعلت بالفعل، واللي هيستلمها محتاج بس يكون عنده القدره ان هو يكون مانح. العمده بعدين قال ان ريملين وجوب كانوا زي الاخوات فيحتاجوا يدوا الطفل شويه وقت علشان يتعافى من الخساره، وقال انجن ان هو واصحابه الموظفين هيتاخروا بسبب دوت. بس انجن قال له ان هم مش محتاجين يستعجلوا اي حاجه في موقف حساس زي دوت. والعمده فجاه بدا يعيط وقال ان جوب كان بيرسم بفرحه كبيره في قلبه ومش قادر يصدق ان هو مات. انجن فاهم مشاعره كويس قوي لانه كان بينبهر كل ما يشوف جوب بيرسم بابتسامه كبيره على وشه، وقرر ان هم هيرجعوا بعدين لما الامور تهدى هنا. بس قبل ما يمشي طلب من ريملين ان هي تاخد بالها من نفسها، بس هي فجاه قامت واعلنت ان وقت الحزن خلص، ودوت فاجأ الكل. وريملين خطفت فرشات الدهان من العمده وجريت بره. الكل راح وراها ولقوها على سطح مبنى ومعاها علب دهان. قالت بالرغم من ان هي حزينه ان جوب مات هي عارفه انه مش هيستمتع بحياته الاخره لو شاف الكل بيعيطوا عليه، علشان كده هي عايزه تودعه بالطريقه اللي هو كان هيحبها اكتر، وهي الاحتفال بالحياه والفن. وفعلت الفرشاه على طول وكبرت حجمها ورسمت دايره سحريه على الارض، حولت علب الدهان لقاذفات العاب ناريه، وعلب الدهان دي طارت في السماء وعملت العاب ناريه ملونه. كل الناس في المدينه حسوا بالالهام واندفعوا عشان يعملوا الفن. ريملين مبسوطه لما شافت كده علشان ده اللي جوب كان هيتمناه. رود بقى بيتفرج عليها وهو مليان دهشه. بعد كده على طول بنشوف ريملين بترسم احدث عمل فني ليها على وش رودو وهي فخوره بيه جدا. عملت له مكياج مهرج ورودو بيكون مش مبسوط قوي، بس ريملين مش قادره تبطل ضحك وهي بتبص على وشه، بينما رودو بينفعل عليها. انجن بيتكلم مع العمده وبيقول ان هم دلوقتي عارفين المعايير بالضبط اللي بيتم استخدامها لاختيار الخليفه، والعمده بياكد له بيقول ان ريملين غريبه الاطوار زي جوب بالضبط. انجل بيساله كم ساحر كانوا موجودين هنا في المجمل، فالعمده بيرد ان ريملين غالبا الساحره السادسه لان السحره بيسيبوا تاريخهم وراهم من خلال فنهم فقط. وفي نفس الوقت ريملين بتقدم نفسها لرودو وبتساله هو عاوزها ترسم او تلبسه ايه، وبتبدا تتكلم عن قوتها وازاي ان هي مش بتشتغل كويس لو ما اخدتش اذن بالرسم في مكان. انجن بيتذكر ان ده كان برضه الحال مع جوب وبيسال العمده اذا كان كل السحره بيورثوا نفس القوه. العمده بيرد ان هما بيحصلوا على قوه متشابهه بس احيانا بيكون في اختلافات. انجن بيفكر ان الاداه الحيويه بتديهم نفس القوه والاختلاف بينشأ بسبب الاختلاف في شخصية الساحر، بس ريملين بتقول له ان هو غلطان وان هي بتعتقد ان قواهم بتطلع متشابهه لانهم كلهم شويه مجانين بيحبوا يلعبوا في ساحه المعركه، وبتقول ان هم بيرسموا بالونات وورود في مشاهد معارك متوتره لانهم بيحبوا رساله الحريه والقوه في اعمالهم الفنيه، وبتكون معتقده ان ده العامل الحاسم كل ما ساحر بيتم اختياره كخليفه. بس انجل مش فاهم معظم اللي هي قالته وبيستنتج ان السحر عندهم نفس القوه لانهم بيفكروا بنفس الطريقه، بس ريملين بتكون مش موافقه على دوت برضه وبتقول ان هي عندهم طرق تفكير مختلفه وبيرسموا حاجات مختلفه كمان، ودوت بيزود حيره انجن وبيحاول يفهم ايه بالضبط اللي ريملين عايزه تقوله، بس العمده بيوقفه وبيقول له ان هو هيخسر عقله لو حاول ان هو يناقش فنان او شخص مؤمن بان الارض مسطحه. على اي حال رودو بيقول لريملين ان هو عاوزها ترسم حاجه على ظهره تحميه من ضربه خطيره واحده، فريملين بتجهز للشغل وبتحول فرشاتها على طول لمسدس للوشم علشان تخلي عملها الفني دائم. العمده وانجن مصدومين من دوت لانهم في الاول كانوا فاكرين ان ريملين لقت بس مسدس وشم مرمي في مكان ما، بس طلع ان هي بتقدر تحول الفرشاه بتاعتها لاي اداه
بتلبي احتياجاتها في الوقت الحالي. في النهايه بيمنعوها من وشم التعويذه على جسم رودو، بس ريملين بتقول ان هي لو رسمت طلاء فقط مائي هيتغسل ويتمسح بعد اول غسل. مع ذلك بتيجي في دماغها بسرعه فكره تانية مؤذيه زي الوشم، وبتطلب اذن رودو ان هي تعمل تعويذه على جسمه من غير ما تقول له ايه الاداه اللي هتستخدمها. على اي حال ريملين بترسم تعويذه مش على رودو بس، لا على كل واحد في المجموعه كمان، وبكده بيقرروا ان هم يرجعوا لمهمتهم. ريملين بتكون مرهقه جدا بعد ما عملت تعويذات على 9 اشخاص في وقت واحد، بس لسه بتيجي معاهم لحد البوابه. وعند البوابه انجن وبقيه الفريق بيشوفوا الخسرانين الاثنين اللي كانوا موجودين من شويه، وبيتعصبوا لما بيشوفوا الفرشاه في ايد ريملين. بيسالوا العمده ازاي سمح لعيل زيها يورث منصب الساحر، وبيقولوا ان هم كانوا انسب ان هم يكونوا الساحر اللي بعده بدلا من الطفل ده. فواحد منهم بيتباهى ازاي كسب مسابقه فنيه مشهوره علشان يثبت قيمته وان هو يقدر يكون ساحر احسن من عيل عنده مخاط. العمده فجاه بيبدا يزعق فيهم وبيسكتهم على طول، بيقول لهم ان المتظاهرين اللي زيهم مهتمين بالشهره فقط ومش فاهمين حتى ايه معنى انك تكون ساحر. بيقول لهم يمشوا من هنا على طول لان محدش في مدينه كانفاس عاوز يشوف وشوشهم الوحش. المحتالين بيسلموا بالامر بسرعه قدام العمده الغاضب وبيرجعوا محبطين. انجن بيقول ان العمده مرعب زي ما هو دايما لما بيكون غاضب، وبيقول له يبعد عن البوابه لان دوت مش كويس لضغط دمه. وبكده الكل بيركب العربيه، ورودو بيشكر ريملين على الرسمه اللي رسمتها له، بتضحك بغرور وبتقول ان هي هتيجي تلعب في المقر قريب برضه. انجن بيسوق بيهم بعيدا، ورودو بيكتشف ان هم راجعين للمقر. انجن بياكد وبيقول لرودو قبل ما يوصلوا للقاعده ان هم رايحين عشان ياخدوا القناع بتاع وشه، وان هو هيشوف حاجه تعجبه. رودو بيبقى مش فاهم هو بيتكلم عن ايه لحد ما بيكون في مخزن مليان خرده، وبيبدا يسيل لعابه لما بيشوف اجهزه سليمه تماما في المبنى. وانجن بيقول له ياخد وقته في اختيار الحاجات اللي تعجبه لانه مفيش وحش خرده هنا. رودو بيتجنن وبينزل في كومه الزباله بيدور على احسن الحاجات اللي يقدر يصلحها ويستخدمها تاني. انجن بيبتسم وهو شايف بنفسه ازاي رودو مجنون بالزباله، بس ولا واحد فيهم واخد باله ان التلفزيون الصغير اللي على قمه كومه الزباله شغال وبيظهر رؤيه لراجل لابس قفازات شبه بتاعه رودو. على اي حال رودو بقيه الفريق بيوصلوا للمقر بعد كده، وبيستقبلهم واحد غريب الاطوار بيزعق وبيقول ان هي اكتملت. رودو حتى مش عارف مين دوت او ايه اللي بيتكلم عنه، وقبل ما اي حد يقدر يشرح له اي حاجه موظفة الريسبشن بتقول ان هي سمعت عن وفاة جوب، بس قبل ما تقدر حتى تعبر عن تعازيها الراجل المجنون بيقاطعها وبيقول لرودو ان القناع بتاعه خلص. في اللحظة دي انجن بيقدم الراجل اللي اسمه اوجست لرودو، وبيقول ان هو بيتولى مهمة المعدات بتاعتهم، ولانه فنان فهو عنده كام مسمار مفوتين في دماغه. اوجست بعدها بيبدأ يمدح احدث عمل فني ليه، وبيقول ان هو مثالي بجد. بيتكلم عن ازاي ان هو حتى ما قابلش رودو قبل كده بس اخذ مقاساته وهو نايم، وبعدين عرف كل حاجة عن شخصيته من انجن وبقية الفريق. رودو بقى مصدوم لما بيسمع ان اوجست دخل اوضته واخد مقاسات وشه وهو نايم، والوغد المجنون بيقول ان هو كان محظوظ ان رودو ما قفلش اوضته. ريو كمان بتقول ان رودو حتى مش بينام كتير، فدوت في حد ذاته انجاز نادر لاوجست ان هو يلاقي رودو نايم. في اللحظه دي الممرضه الخجوله اللي كانت موجوده من شويه بتجري ناحيه اوجست وبتقول له يسكت لانه بيحرجها قدام الكل، بس هو حتى مش بياخد اخته الصغرى على محمل الجد. ورودو بيكون مش مصدق ازاي الاثنين الغريبين الاطوار دول ممكن يكونوا اخوات. على اي حال بيتجهزوا علشان يروحوا مهمتهم، واول ما بيخرجوا من المبنى انجن بيقول لرودو يقلع الطوق بتاعه لمده دقيقه. رودو بيعمل زي ما بيقول له، وبعدين فجاه كل اعضاء الفريق بيخرموا ويقطعوا صوابعهم علشان يرسموا شويه دم ويعلموا الطوق بيه. رودو بيكون متلخبط من الطقس الشيطان الغريب دوت، بس انجن بيقول له ان الاطواق بتاعتهم دي جهاز اتصال بيخليهم يتكلموا مع المنظفين التانيين اللي شاركوا الدم معاهم. رودو بيسال اذا كان ده السبب ان كل اللي على الارض لابسين اطواق، وريو بتاكد له ذلك وبتقول ان هو بيشتغل زي التليفون، وبتقول ان تبادل الدم بيدي احساس يا نموت سوا يا نعيش سوا. فهي عاجبها الفكره بجد. رودو بيرجع يلبس طوق تاني وبيتساءل ايه نوع التكنولوجيا اللي بيستخدمها الجهاز ده، وبعدين بيفكر ان ممكن تكون قوه تانيه من قوى المانحين. واول ما بيخرج من افكاره بيلاقي الكل بيبص عليه بتهديد وبيقولوا له ان هم يحتاجوا ياخدوا دمه برضه، فرودو بيكون مرعوب. ومع اكتمال طقس تبادل الدم الفريق اخيرا بيركب العربيه وبيروحوا للارض المحرمه علشان يلاقوا الست اللي تعرف عن الحاجز. رودو جاب معاه زباله كتير لقاها في موقع التمر من شويه، وانجن بيقول له ان معظمها مش هيستخدموها حتى لانهم هيضطروا ان هم يمشوا في الارض المحرمه ومش هيقدر ان هو يشيل كل حاجه. بس رودو بيدعي ان ده كله احتياطي مهم وان عمرهم ما يعرفوا ايه الاداه اللي ممكن تساعدهم. بعد وقت قصير بيوصلوا للصحراء الحمراء اللي اسمها بنتا، وهي واحده من الاراضي المحرمه الخمسه في العالم دوت. تمسي هو اول واحد بينزل على الرمال الحمراء، واول ما بيفحصها بيكتشف ان هي مش رمل، لا ده صدى. في اللحظه دي بيشوف وحش خرده بيتحرك ناحيتهم بسرعه كبيره، بقيه اعضاء الفريق بياخدوا بالهم منه. انجن بيقرر ان هو يسيب رودو يتولى وحش الخرده كاول مهمه ليه بعد ما انضم للمنظفين. رودو بيتزحلق على طول على المنحدرات الرمليه وهو لابس قناع وشه الجديد، وبتبدا المعركه والمساعده بتبدا تدون ملاحظات عن وحوش الخرده اللي بيواجهوها. ريو بتقرر ان هي تحارب 3 وحوش خرده من نوع العقرب في نفس الوقت، وبتقطعهم بمقصها العملاق، وجزء من جسم العقرب بيتدحرج بعيدا وبيخبط وحش خرده تاني في مسافته، واللي بيفتكر ان زانكا هو اللي عمل كده لانه واقف قدامه. وحش الخرده بيهاجمه وبيرجعه لورا، وزانكا بيركز بس على التهرب
لحد ما بيلاقي الفرصه المثاليه للرد، وبعدها بيهاجم فك الوحش بالعصا بتاعته وهو بيطلق قدرتها الحقيقيه على اطلاق مسامير اماما، فبتخترق راس الوحش وبتقتله في مكانه. بس ما بيقدرش يرتاح لسه لان في وحوش تانية محوطاه. بس اول ما بيستعد لمحاربتهم انجن بينقض عليه بحركته الخاصه اللي بتقضي على كل وحوش الخرده ما عدا واحد. رودو بيقرر ان هو يواجهه بنفسه وبينطلق ناحيه الوحش وبيطلع كيبورد علشان يحاربه. قوته بتوجز الامكانيات الخفيه للكيبورد. وبعيدا عن هنا الست اللي في الصحراء بتاخد بالها من دوت. نرجع لساحه المعركه. رودو بيتحول للمحارب بالكيبورد اللي كل نشطاء تويتر فاكرين نفسهم كده، وبيقدر يكتب زي جدتي اللي عندها 90 سنه. بس اول ما بيدوس انتر المفاتيح بتبدا تطير وبتطلع لفوق في الهواء قبل ما تخبط وحش الخرده العقرب زي الرصاص، وبتكتب كلمه واخد على ظهره قبل ما يتحول لرماد. كل الوحوش اتهزمت بالطريقه دي، وانجن بيبدا يفحص الزباله اللي مستخبيه تحت الرمال الحمراء. وفي نفس الوقت جريس بيبدا يزعق في المساعده الثانيه علشان بتدون ملاحظات في الوقت اللي الكل بيحارب فيه، بيقولها انه ممكن يكون خطر لو مش مركزه بكل انتباهها على البقاء على قيد الحياه. بس البنت بتقول ان هي هتنسى كل حاجه لو استنت لحد ما المعركه تخلص. وفي نفس الوقت رودو بيحاول ينظف الرمل والتراب من على قناعه لما بيلمح ست في سحب الغبار، بس قبل ما يقدر حتى ياخد خطوه ناحيتها ديلما وتامسي بيلاقوه. ورودو بيقع على الارض لما بيتفاجئ بصوت ديلما العالي اللي بيقول له ان هو ما قدرش يشوف اول معركه ليه بسبب الرمل. رود بيفكر ان هو مفيد على الاقل دلوقتي، بس فجاه ديلما بيتوقف عن الكلام وبيبدا يبص ناحيه حاجه قدامه بالضبط. رود بيبص هو كمان وبينصدم لما بيشوف بنت بتمشي ناحيتهم بمرح. ديلما وتامسي بيكونوا على حذر وهم شايفين البنت اللي مش لابسه لبس مناسب للبيئه القاسيه دي، ويقولوا له ان هم ما يقدروش حتى يحسوا بوجودها. الكل بيتجمع حواليها كمان، وانجن بيتساءل اذا كانت هي الست اللي في القصص اللي شافت ناس جايه من السماء نازله وطالعه. زانكا بيقول ان الوقت بدري جدا علشان يلاقوا الست، وانجن بيقول ان هم لازم يحاولوا يتكلموا معاها ويسالوها عن الاتجاهات على الاقل. بس ريو مباشره اكتر شويه وبتسال البنت اذا كانت عمرها شافت ناس جايه من السماء او بتحاول ترجع ليها. البنت بتاكد ذلك، وريو بتقول للكل ان هم كده لقوا الشخص اللي هم جم علشانه. انجن بيقول ان هم حلفهم الحظ المره دي. وبعدين البنت اللي اسمها امو فجاه بتبدا تكح وبتقول للكل يروحوا بيتها علشان يقدروا يتكلموا في سلام، لان الهواء هنا مش كويس لجسمهم. ريو شكها بيزيد فيها وبتسال انجن اذا كانت تروح لوحدها وتتكلم مع البنت، بس هو قرر ان الكل لازم يروح، بحيث ان حتى لو البنت بتخطط لحاجه يقدروا يتفاهموا، ولو طلعت خطر بجد هيكون احسن لو الكل موجودين علشان يحاربوها. بس خطته بتفشل فشل ذريع، واول ما بيوصلوا لبيت امو اللي مليان لعب ناعمه وعرايس مرعبه انجن بيرجع وبيقع على الارض. رود هو الوحيد اللي واعي دلوقتي، واول ما بيحاول يفهم ايه اللي بيحصل امو بتبتسم بخبث ليه.